سلام، أنا نور. مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى في الحلقة الأخيرة من مسلسل ولا من قصة ولا رواية أنت لي، قصة وليد ورغد. وكنفاجئكم بأن هاد الأحداث اللي غطرا دابا غادي تصدمكم كما صدماتني أنا في الماضي، وعاودت قريتها وعاودت صدماتني حيتاش ما نتذكرش الأحداث بزاف. وصراحةً أحداث مثيرة وكتفوق الخيال. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ديروا الكيت ديالكم، ديروا whatever you want اشنو موالفين كديروا المهم كاين اللي كتغسل الماعن وكتصنت الرواية، ولا كتكون غير جالسين مرلاكسين وكتصنتوا وعايشين في واحد العالم كما كان يعجبني انا نتصنت ناس اخرين كيديروا روايات وكيمشيو في عالم اخر صراحة. المهم نخليكم ما تنساوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونكملوا الجزء ديالنا الاخير من رواية انت لي. وليد كيقول: المهم رغد ما عجبتنيش التصرفات ديالها في الدار مؤخرا، ولات كئيبه وحزينه بواحد الطريقه في شكل، ولات غير سد عليها البيت، وفيما سولت دانا عليها كتقول لي كتبكي. دانا براسها اللي كانت دائما كتضارب معاها في الاخير ولات مقلقه وكتقول وليد رغد ما عرفت مالها ولات في حزن، في شكل حزن ماشي ديال الدلع اللي مولفين كندلعوها ولا داك الدلال المخنت بزاف، لا هاد الحزن من نوع اخر، علم الله شنو السر اللي عندها. المهم داك العشيه فاش كنت صفت دانا عند رغد باش تقول لها يلا نمشي نخرجهم ونفسحهم نفوج عليها شي شويه ونديهم لواحد المطعم فاخر رغم ان الفلوس ما عنديش بزاف. المهم داك البركه اللي خلى لي الوالد وكل شيء قبل ما يمشيو للحج. المهم نفاجئ عليها وصافي. منين رجعت دانا عندي قالت لي وليد جري رغد ما بغاش تمشي، وقالت لي غير سيرو ماشي مشكل الا بقيتي بوحدي في الدار. كيفاش رغد لي مولفاش تبقى بوحدها وكتخاف من الغرباء وكتخاف من الوحده باغا تبقى بوحدها في الدار؟ هنايا صافي قلت وليد جمع الوقفه وسير عند رغد. مشيت دقيت عليها البيت، في الاول ما جاوبتنيش، من بعد دقيت قلت لها واش ممكن ندخل؟ رغد بنتي ممكن ندخل؟ المهم شويه سكتات وزعمت وحليت الباب. دخلت ولقيتها جالسه وكتبكي. البنت ما كايناش هنا، البنت شارده وفي عالم اخر ديال الحزن. انا تصدمت صراحه، كيفاش رغد القلب ديالي رغد كتبكي بهذه الطريقه؟ ما يمكنش. قلت لها رغد بنتي مالكي شنو عندك شي مشكل؟ عافاك قولي لي. المهم كنت كنحاول نهدئها باي طريقه من الطرق وكنحاول نخليها تفصح على شنو اللي داخل ديالها ودارها، ولكن رغد ما بغاتش تقول لي. كتقول لي عافاك خليوني بوحدي، خليوني بغيت والديا، عافاكم قولوا لهم يرجعوا، انا ما بغيت نعيش معاكم. انت اصلا انا كتعتبرني انت عبء عليك، عافاك عيط لي لماما بغيت بابا. وكتبكي وكنقول لها مالي انا اش درت لك انا؟ المهم انا راني مقابلك، هو خطيبك حتى هو غادي يجي. المهم مالك يا رغد؟ سكتات رغد واحد الوقيته وحسيت بها بحال بغات تقول لي شي حاجه، بغات تقول داكشي اللي دارها. عاوتاني سكتات وبغيت نخرج في حالتي نمشي شويه وتعيط لي وليد درت، وتقول لي هادشي اللي غنقول لك واش زعما تقدر تعاوني؟ درت وقلت لها اكيد نعاونك كيما بغات تكون هاد الحاجه. تقول لي رغد كيما بغات تكون غتوقف معايا؟ قلت لها اكيد غنوقف معاك، قولي شنو ضرك وما تخافيش، انا هو باباك اللي ربيتك اصلا من الصغر، انا راه بحال باباك وماماك، يعني تقدري تعولي عليا. هنا رغد غتقول واحد الحاجه اللي قلبت لي الموازين ديال دماغي كاملين. رغد قالت لي بالحرف الواحد انها باغا تاجل الزواج من سمير. كيفاش؟ قلت لها واش شكون اللي قال لك اصلا تزوجي دابا مع دانا في نفس الوقت؟ قالت لي انا اللي كنت بغيت، ولكن دابا ما كنحسش براسي مزيان، بغيت ناجل الزواج، باقي ما بغيتش نتزوج. انا شفت في رغد واحد الاحساس انها وقيله ما بغاش تتزوج اصلا كاع، بقات كتقول لي باقي ما بغيتش نتزوج بحال هكا وكتعاودها. انا نقول لها واش ما بغيتيش تزوجي من سمير ولا باغي غير تاجلي؟ قالت لي المهم بغيت ناجل الزواج، انا باقي ما مستعداش، باغا نقرا، باغا ندير شحال من حاجه. ومهبطه راسها الارض وكتشوف زعما فيها، في نفس الوقت كطافي قالت داكشي دارها. هنا شفت فيها وقلت لها رغد شوفي، الا بغيتي تاجلي الزواج فاكيد غادي يتاجل، وحتى شي واحد في الكون ما غادي يقدر يبزك على شي حاجه ما بغيتيهاش. هنا راه غتهز عينيها وغتشوف فيا، غتفاجئني وهي تولي بحال فرحانه ورجع الدم في وجهها والروح، وتقول لي بصح؟ قلت لها اكيد انا كندوي معاك وعطيتك كلمتي، كنوعدك انك ما غادي تزوجي حتى تبغي انت تزوجي. هنا صافي خليتها وتقول لي صافي، وحسيت بها انها ارتاحت. صافي مشيت خرجت واجلنا الخروج ديالنا للمطعم، ولكن لاحظت ان من بعد رغد ولات وحده اخرى. الغد لي صافي رجعت للحياه ديالها، خرجت ولات كتاكل معنا في الماكله على الطبله، ولات كتعاون في شؤون المنزل. المهم السيده رجعت فيها الروح. واخيرا دانا تفاجات بزاف، تقول لي سبحان مبدل الاحوال ويلي هي رغد رجعت لحالتها الطبيعيه، وما عرفتش الحوار اللي دار بيني وبين رغد وهو السر انها رجعت لحالتها الطبيعيه. المهم داز الايام وجا الوقت اللي
غادي يزورنا فيه سمير عاوتاني في العطله ديال الاسبوعيه اللي كيجي مره يزورنا فيها. رغد عرفت بان سمير غادي يجي داك النهار، وتفاديا انها تواجهه المهم قررت داك الصباح تمشي للبيت ديال خالتها، وجا حسام بالفعل داها للدار. واخا انا ما كنحملش داك حسام، خاصه انه رغد تركب معاه الطوموبيل بوحدها، ولكن ميكت داك النهار حيتاش بغيت بصح الدار تبقى خاويه، ندوي انا وخويا الراس في الراس. ودانا حتى هي راها اصلا كتخرج مع راجلها لان ضاربين القاغط وكل شيء، دونك يخرجوا براحتهم والدار غادي تبقى خاويه. هذاك الشيء اللي وقع. جا سمير هذاك النهار في الصباح تقريبا الزوال بحال هكاك، لقى الدار خاويه وفيها غير انا. المهم سلم عليا، سلمت عليه عادي ما بينت والو. سول على رغد، قلت لي راه مشات عند خالتها، على دانا خرجت مع راجلها، خليته حتى ارتاح. من بعد عاد دويت معاه، قلت ليه سمير شوف راه الزواج بينك وبين رغد غادي ناجلوه شي يامات حتى تيجيو والدينا، عاد نفكروا في شي دات وحده اخرى جديده. سمير تفاجئ وشاف فيا ويقول لي علاش؟ اصلا صافي راه متفق انا ورغد اننا نديروا الزواج بحالها بحال دانا، والزواج بقات ليه يومين وغنديروه صافي. والدي اصلا عطاونا لوتوريزاسيون نديروا الزواج حيتاش صافي الحرب اشتدت وما يمكنش والدينا يدخلوا في هاد الظروف، دونك هما راه غيبقاو تما معطلين بزاف وحنا نتزوجوا صافي. قال لي اسمع الهضره، انا المسؤول على رغد في الغياب ديال والديا، وغادي يطرا داكشي اللي كنقول لك انا، رغد ما غتزوجش بيك تيجي والديا ونقرروا اون دات جديده ماشي دابا، سمعتي ولا لا؟ سمير تفاجئ وشاف فيا بزاف ويقول لي وزيدو انت مالك؟ بيني وبين مراتي انايا اصلا ضرب عليها الكاغيط، بقى لنا غير الزفاف زعما العرس. المهم بقيت انا وياه في مشادات كلاميه، وفي ديك اللحظه صافي قال لي حيد فينا هي رغد مشات عند خالتها نمشي نجيبها ونتفاهم معاها على هاد الهضره. قلت ليه اجي لهنا حتى تجي، وحنايا في ديك الهضره شويه سمعنا الباب تحل ودخلت رغد، جابها ولد خالتها. صافي ميكنا ديك اللحظه، شاف فيها بحال هكا سمير، شافت فيه هي تخلع ولات كتصفر وكتخضر. عرفت بانني راه قلت ليه الحقيقه وانه ما بغاش تزوج دابا. صافي بغات تمشي نيشان لبيتها ويقول لها رغد بغيت ندوي معاك. قلت لي انا صافي ماشي دابا، ميك بلاتي باش ما نعيقوش الحسام وكل شيء، زعما داكشي اللي كيطرا بين عائلتنا يبقى بين عائلتنا. المهم حسام بقى كيشوف واحد الشوفات ما فهم والو في الاول حيتاش ما بيناش ليه، ولكن سمير زاد اكد وقال لها رغد بغيت ندوي معاك دابا. صافي هو يتبعها، هو غير تبعها انا تبعتهم. مشى عندها هو يقول لها واش بصح ديك الهضره اللي قلتي للوالد ما بغيتيش تزوجي دابا؟ ايوا حنا هو الاتفاق ديالنا وبلا بلا بلا من هنا وبلا بلا من لهيه. البنت بقات تبكي وكتقول ليه عافاكم خليوني بغيت نرتاح، بعدو مني خرجوا عليا من بيتي، وبقات كتبكي. صافي انا بقيت كنشوف فيه كنقول ليه واخرج ماشي دابا، واخرج بنادم. شويه حتى تنسمعنا حسام ها هو جيتنا، بغى يكتشف شنو واقع وسمع الغواتات بيني وبينه، خاصه انني بقيت كنغوت على سمير بزاف، كنقول ليه خلي عليك البنت. صافي سمير كعا وخبط عليا الباب. صافي انا حاولت نتمالك نفسي، خاصه انه حسام كان ما بغيتش نعيق ليه، ولكن حسام اكتشف الامر وقال لي واش هكا كتعاملوا مع بنت خالتي رغد؟ واش هكا كيعاملوك؟ صافي رغد بقات في بيتها وسدات الباب اصلا وبقات في بيتها، وحنا خرجنا هكا الكولوار. صافي قلت لي صافي يا حسام سير لداركم. قال لي هذاك الشيء اللي قالت لي نهله صحيح. قلت له شنو قالت لك نهله؟ ديك الوقيته فاش كنت ندوي انا وحسام صافي سمير كحا ومشى لبيتو وسد عليه الباب. قالت لي بان راكم غير جابرين رغد باش تزوج بداك المشوه ديال خوك سمير، انا شفت فيه بحال هكا وقلت لي صافي سير في حالاتك. مشى حسام في حالته لدارهم، وبقيت انايا في الدار. رغد بقات تسد على بيتها وسمير بقى سد عليه بيتو، ودانا اصلا ما كانتش في الدار، كانت خارجه ديك الساعه مع نوار. وصافي بقيت انا خارج قدام الباب وكنكمي وصافي هادشي هو. المهم دانا رجعت في الليل وما خليتهاش ديك الساعه تدوي مع سمير حيت عارف الامور كانت حساسه شي شويه. حتى الغد ليه عاد عرفت دانا كل شيء وغضبت بزاف من رغد، ومشات عند سمير باش تدوي معاه في الصباح وكل شيء. ومنين مشات لقاتو غضبان، ومنين جات عندي انا وهي تقول لي سمير راه غضبان بزاف وكل شيء. قلت لها ايوا فين هو دابا في بيت؟ وقالت لي لا راه مشى عند راه غادي يدوي معاه. قلت لها علاش؟ صافي وانا مشيت بعتهم انا للبيت. دخلت عندهم البيت لقيتو تما كيدوي مع رغد، شفت فيه وانا نقول ليه واش جاي تحزرها ولا شنو؟ قلت لك تفوت عليها وبعد على البنت خلاها هي دير داكشي اللي بغات. قال لي هذه خطيبتي وخليني ندوي معاها، انت اصلا ماشي سوق. قلت لي انا هو المسؤول عليها حتى يرجعوا والديا وديك الساعه دبروا راسكم كاملين، يلا خرج من هنا. شويه يقول لي ماشي سوقك خليني ندوي معاها. بقيت كنشوف بحال هكا ونقول ليه بلا ما ترفع صوتك عليها، يلا دويو بادب انا قدام الباب تسالي وخرج. داكشي اللي درت، خرجت وخليته كيدوي معاها. شويه هو خارج وهو يقول لي صافي راه غادي نديروا الزفاف في الوقت ديالو. كيفاش؟ شكون اللي قال لك هادشي؟ رغد موافقه. دخلت عند رغد قلت لها رغد واش بصح بنتي واش بصح وافقتي على هادشي؟ واش من خاطرك ولا بزز عليك؟ رغد بقات حاضره راسها ما بغاش
تجاوب معايا في الاول شويه كتقول لي غادي ندير الزفاف في الوقت ديالو. شكون قالها لك؟ ما قالها لي حد، انا اللي بغيت. واش سمير بزز عليك؟ بقات هكا مهبطه راسها شويه، بدات تبكي شويه. جا سمير وبدات يقول لها قولي لي راه ما بززت عليك والو، قولي لي راه انت اللي بغيتي. شويه راه غتكعات وتقول لي بززتي عليا قالك انا اصلا ما بغيتش هذا الزواج وانتم جبرتوني ندير هذا الزواج من شحال هذا، انا ماشي بيدي، انتم بززتوا عليا كاع هذا الشيء. صافي ديك الساعه ما عمري شفت سمير في هذه الوضعيه اللي دار وهذا الجست اللي دار مع رغد. شاف فيها بحال هكا بكل غضب والشراره ديال الغضب كطر من عينيه ويضربها لها بواحد منتي التصرفيقه حتى داخت وطاحت على الارض. انا يا شفت سمير اش دار شنقت عليه وانا نبقى نعطيه هيك انا نهز من هنا ونخبط فيه، ما عقلتش عليه. صافي عينيا تعمى وبالغضب كيفاش يضرب رغد؟ شكون عطاه الحق يضرب رغد؟ بقيت نضرب فيه وفكرني في عمار اللي كان اداس رغد وهي باقا صغيره، وبقيت كنشوف وجه سمير وكنشوف وجه عمار وكنضرب فيه وكنخبط فيه. المهم خرجت سمير من البيت رغد وبقيت كنضرب فيه في الكولوار وهما حاولوا يفكونا رغد ودانا تعيط رغد. صافي شافت داكشي كتير بزاف بقات كتبكي وعرفات راسها دارت المشاكل بين الخوت، مشات كتجري وسدات البيت عليها في الغرفه ودانا حاولت تفارقنا. انا بقيت كنضرب في سمير ونعاود نضرب فيه ونعاود نضرب فيه. صافي حتى شي شويه بانت لي واحد العلبه حديديه هزيتها بغيت نخبطو للراس. جات دانا كتجري كتقول لي واش انت حمق باغي تقتلو؟ هو يقول لي قتلني يا المجرم قتلني. انا نقول هي نقتلك كما قتلت عمار. عقلتي على عمار غير اداه رغد ويسحب راسو واعر قتلته مشيت عليه 8 سنين نحياتي للحبس. صافي ما عقلتش على راسي تخرجت الحقيقه كلها قدام دانا. لحت عليا ديك العلبه ما ضربتوش ونط. سمير بقى تما مصدوم ودانا مصدومه. منين درت لقيتها حل عينيها مصدومه وحل فمها ودارت يديها عليه وبقات كتقول زعما واش هادشي بصح؟ وكتقول لي واش هادشي بصح؟ قلت لها هي بصح كنت في الحبس ياك ما تصابرك راسك مشيت قريت الاعمال واداره الاعمال. انا حباس ويلا خرجت من الحبس. صافي ومشيت وخليتها. المهم خرجت هذيك الليله وما عاودتش رجعت للدار وحتى الغد ليه في الصباح. منين رجعت لقيت بلي رغد ما كايناش وان سمير باقي في الغرفه ديالو ولقيت غير دانا اللي جالسه مع نوار. المهم لقيت نوار قلت ليه السلام ودانا ما رداتش عليا ما بغاش تدوي معايا. بقيت كنسول فيها وما كتجاوبنيش. نوار لاحظ بان شيء غريب بيني وبين اختي وهو اللي ولا كيجاوب فيا. قلت لها فين رغد؟ جاوبني نوار وقال لي راه جا حسام ولد خالته وداها للدار. شويه وانا نقول لها علاش خليتيه يديها وهي تشوف فيا بحال هكا وهي تقول لي يا دانا. والمهم ياك هي تفرقت على خويا سمير ايوا حيت تبغي حسام بحرا حلا ليها الجو وتمشي للبلاصه اللي كتبغي ولا اللي كيبغي لها قلبها. انا تصدمت ودخل لي الشك في راسي كيفاش واش راه تفرقت على سمير حيت كتبغي حسام. المهم هاد الفكره الشيطانيه دخلت لي في عقلي. بقيت كنخنزر في دانا وقلت لها علاش خليتيها؟ قالت لي ماشي سوقك انا اصلا ما بقيتش بغيت ندوي معاك ما كتشرفنيش. المهم دانا ما بغاش تدوي معايا ولكن ما بيناتش قدام نوار الحديث اللي طرا بيني وبينها البارح. خرجت من الدار كاعي ومشيت نيشان لدار خالت رغد باش نجيب رغد في ديك العشيه تبات في الدار. منين دخلت بحال هكا سلمت على حسام ووالديه وقلت لساره بنت خالتها الصغيره تمشي تعيط عليها. المهم حتى شي شويه كتبان لي رغد هي جايه. قلت لها يلاه سيري جيبي الحقيبه ديالك يلاه للدار. رغد ما بغاتش قالت لي بغيت نبقى هنا بغيت نعيش مع خالتي للابد. صافي ما بقيتش قادره نرجع لك الدار ديالكم فيكم المشاكل بزاف. وقلت لها انا ما كاينش اللي غادي يبزك على الزواج من سمير انا راني في صفك. قالت لي انت ما بقيتيش والد اللي كنعرف انت كتخلع انت وليتي مرعب موحش. قربت منها بحال هكا زعما باش نقول لها يعني مالي واش درت لك ولا هذه وهي ترجع السيده اللور. قلت لها شوفي يا رغد يا اما غتحركي غتمشي تجيبي الحقيبه ديالك تمشي دابا ولا غادي نكون ليا معاك كلام اخر. البنت تخلعات مشات جابت الحقيبه ديالها وكنشوف فيها بحال كترعد بالخوف. انا تصدمت قلت واش انا وليد اللي ربيت رغد من الصغر تولي هي تخاف مني؟ شفت فيها بحال هكا وبقات فيا وقلت لها يلا شوفي غادي نخليك هاد الليله تباتي في دار خالتك ارتاحي مع راسك وهذا وطمئني ولكن الغد لي في الصباح ان شاء الله راه غنرجع عندك. هذاك الشيء اللي كان. صافي مشيت وخليتها. ملي مشيت للدار لقيت بان نوار مشى في حالته وسمير حتى هو ودانا غير هي بوحدها. بقيت جالس في بيتي بحال هكا حتى شويه جات عندي دانا وهي غضبانه وكتحقر فيا كتقول لي داك خويا اللي كنت نسحاب مشى وقرا وتنتبه بك قدام البنات وعائله راجلي وكنقول لهم خويا فلان قاري رياده الاعمال رجل اعمال غيولي كبير وكذا ما كذا وعنده الشهاده وعنده هذه. صدقتي انت خريج السجون يا الحباس ما انت ماشي فخر ليا انت ماشي اخ كاع. شوف قلب عليا وما كتشرفنيش. انا بقيت غير ساكت وما حاولتش نرد عليها كاع
خليتها تفش فيا خلقه وما جاوبتش على الاسئله. بقات تقول لي علاش مشيتي للحبس، علاش قتلتي عمار. ما قلت لها والو، ما قلت لهاش السر وما قلت لهاش علاش وما قلت لها حتى شي حاجه، وخليتها كتحقر فيا ومشات في حالتها. وبقيت بيني وبين راسي كنفكر وكنقول ناري، واش راه غاد حتى هي فاش تعرف الخبر انني كنت في الحبس غادي تتصرف بحال دانا؟ واش حتى هي غتحتقرني وما غاديش تبقى زعما كتشوف فيا باحترام وداك الحب اللي كانت تشوف فيا من الصغر بحال انا بابا وماما؟ واش حياتي صافي تقلبات؟ انني مدحت مع خويا ومدحت مع اختي وغتزيد حتى راه غاد؟ بقيت في دوامه الافكار بحال هكاك وتكيت على ناموسيتي، ما حسيت براسي حتى داني النعاس. المهم نعست واحد الفتره ديال الزمان حتى شي شويه كنوض على وسط الصراخ ديال الصداع وبحال الصوت ديال القنابل. فاش فقت لقيت راسي الدار كلها بدات كتحرق والرماد والدخان زي غواره الحرب دخلت لهاديك المدينه فين كنا الصناعيه واشتد عليها الهجوم والقنابل من كل صوب ومن كل نحو. صافي نت كنجري مخلوع، هزيت من حدا المنضده اللي كانت حدايا، هزيت المحفظه ديال النقود ديالي وسوارت الطوموبيل ومشيت كنقلب شويه. انا نتفكر راه غاد بديت كنقول راه غاد غادي البيت، تنجري شويه البيت كنطلع عليه كنلقاه كله عافيه، ناموسيتها تحرقات. لو انني ما رجعتش راسي لدماغي وقلت الله راه غادره بات عند خالتها، اصلا راه ما باتش هنا كوراني تسطيت. صافي بنت لي دانا تجري وكتقول يا وليد. صافي مشينا كنجري وخرجنا حفيانين، ركبنا في الطوموبيل، لحقت في الطوموبيل ومشيت تنجري، ركبت في البلاصه ديال السوقان، سقت وغادي وتنشوف الناس كلشي خارج من ديورو. واحد الحاله كارثيه ديال الحرب، الديور كلها تخربات، القنابل كتضرب، ما كاين غير القصف مجهد. صافي والناس غاديين بحال يوم القيامه، بحال الفراش المبثوث، كلشي كيجري حتى واحد ما عارف فين غادي. الناس كتجري بطوموبيلاتها وما عارفينش فين غاديين، والدخان والضباب والركام. المهم انا غادي، انا كيما عباد الله غادي وغادي نيشان قلت غادي نمشي ندوز عند بيت الخاله ديال راغد، غادي نهز راغد ونشوف فين غادي نمشي. وصلنا لقيت دارهم كتحرق. صافي انايا بديت كنغوت لا لا لا، يلا بغيت ندخل للدار ديال خالت راغد. شويه كتنسمع واحد الصوت من اللور كيقول يا وليد. كندور كنلقى خالت راغد وراجلها ووليداتها ومعاهم راغد في واحد القنيته مساكن مخبين، حتى واحد ما وقعت ليه شي حاجه ولكن مخبين وكيتسناو. صافي مشيت عند راغد قلت لها يلا. صافي قلت لها واش انت لاباس؟ قالت لي لاباس. قلت لها يلا زيتي خلاص غنركبوا في الطوموبيل نمشيو لشي بلاصه بعدو من هاد المدينه. حسام بقى تيغوت يقول لي فين غادي؟ قلت ليه صافي غادي نمشيو نبعدو. قال لي واش نتوما حماق؟ وراه القصف المجنون راه غادي تجي فيكم شي قنبوله. قلت لها ماشي سوقك. صافي ركبت راغد ومشينا وهي مسكينه كتبكي وشاده في يدين خالتها، وخالتها كتقول لها راغد بنتي، وتفرقوا بالبكا. مشيت انا ركبت راغد وركب حدايا ودانا اللور. صافي وغادي مكساري وغادي حتى واحد الوقيته كنحس براسي وخرجت واحد الطريق بريه وبحثت على البلاصه اللي فيها القصف وحسيت بالهدوء والسلام في هذيك المنطقه. صافي وانا نوقف ارتاحينا شويه في الطوموبيل وكنا غنموتوا بالعطش. جاب الله واحد الباكيه ديال العصير كانت ما خليتها من البارح في الليل فاش خرجت وما رجعتش زعما الليل للدار، وبقات عندي ديك العلبه د العصير جبتها وشربنا منها كل واحد شويه نحيدو منها الرمق ديال العطش وكلشي. شويه شدينا ثاني الطريق كملنا حتى شي شويه ما حسيت براسي توصلنا لواحد الصف ديال الطوموبيلات شادين الصف نيت وجيت من موراهم وكاين بحال البوليس تما كيديروا التفتيش. وصلت النوبه ديالي وانا كنخاف من الشرطه من هذاك المشكل ديال الحبس وكلشي. المهم حاولت نتماسك نفسي خاصه انه معايا بنات وخاصني نحميهم وخاصني نكون انا السند ديالهم. صافي البوليسي قال لي ارى الوراق ديال الطوموبيل، عطيته الوراق قال لي شكون هادو اللي معاك؟ قلت لي اختي وبنت عمي. قال لي ارى الوراق ديالهم، قلت لي ما قدرناش نهزوهم راه القصف وكلشي. قال لي معليش يلا خرجوا من الطوموبيل خصنا نديروا في التفتيش وكلشي بحال عباد الله. صافي خرجنا من الطوموبيل مشينا جلسنا في واحد المنطقه وكلشي تما كيجالس، كلشي منشور كيتسنى النوبه وكيتسناو البوليس يقولوا لهم صافي تحركوا. الساعه والو البوليس تما شدوها ما بقاو خلاونا نمشيو. واحد الوقيته بقينا تما حتى وصل الليل ولا البرد. صافي وراه غاد ما لابساش مزيان كنشوف فيها كترتجف بالبرد كذلك دانا وبقاو فيا. صافي وانا نتوجهوا لجهه الطوموبيل على اساس ندخلوا زعما عين نتحماو فيها من البرد وكلشي. شاف فيا البوليسي قال لي هايا رجع منين جيتي يلا سيروا جلسوا لي بحالكم بحال خوتكم. قلت ليه والله سيدي ما باغي نهرب ما والو ما تقتيش فيها هكا سوارت الطوموبيل كاع. صافي حيت سوارت الطوموبيل من داك البورتكلي الميداليه اللي كانت عطاتني راه غاد وشرات ليا كاكادو بقى عندي وعطيته سوارت الطوموبيل ودخلنا الطوموبيل خلاونا فيها. بقينا تماك مرتاحين ونعسنا واحد شويه. صافي وصل اذان الفجر كنت بغيت نمشي نصلي مع الناس الجماعه. ساعه راه غاد فقتو قالت لي لا ما تمشيش صلي غير هنا. صليت حداهم في الطوموبيل ساليت يلا قلت السلام عليكم السلام عليكم حتى كنسمع شي ناس كيقولوا وناري القنابل في السماء
واحد الطياره اللي كانت جات قبيله الفجر بحال هذيك الوقيته جايه باغيين يبداو في القصف عاوتاني على ديك المنطقه. صافي انا نيشان حليت البيبان الطوموبيل ومع ما عنديش اصلا السوارت، قلت راه غادو دانا يلاه جريو. كلشي بدا كيتجارى وبداو الناس هاربين وغاديين خايفين من القنابل وخايفين من القصف ديال ديك القنابل. وشويه بداو بانوا لنا السيارات ديال الشرطه براسهم هربوا ومشاو وخلاو عباد الله كتجارى، وانايا شد بنت عمي من جهه وشاد اختي من جهه وتنجري وغادي نحفيانين وغادي نحفيانين. صافي البنات عياو وكلشي حتى انا عييت، ولكن ما قديتش نوقف، كلشي هربان، ما يمكنش ليا نبقى اللور تجي فينا شي قنبله ولا شي حاجه وانا على العاتق ديالي انني ننقذهم الا كتب الله. بقيت كنجري حتى شي شويه صافي سمعت راه كتقول اي زي غياره واحد الدجاجه دخلت ليها في رجليها. صافي والدم بقى كيسيل، بغيت نحيدها ليها حيدتها لها من رجليها والدم بقى كينزف بشكل كبير واحد الحاله، والبنت كتالم ما لقيت كي ندير. صافي قطعت القميص ديالي الكم ديالو وحزمت ليها رجليها وكنقول لها يلا غير تمشي ما قداش البنت. صافي عيات والجهد مشى. صافي وانا نركبها في ظهري وشديت اختي من يديها وشاد رغد بالجهه الاخرى وكاع الدم عمر ليا حوايجي اللي جاي من رجليها وكل شيء، ولكن بقيت كنجري وكنقول ما جريت، وكنقول ما جريت. وصلنا لواحد البومبه ديال ليسانس وحدها واحد الحانوت كبير بحال سوبر مارشي. صافي والناس تكبوا على داك السوبر مارشي كيجريو وكيهزوا منه ما ياكلوا وما يشربوا، الناس غادي تموت. حتى انا كذلك حطيت بنت عمي راغد ودانا في واحد البلاصه وقلت لهم نمشي نعتقكم ولو غير بشويه. الناس الزحام وبحال ما عمرهم شافوا الماكله اصلا. دوك الاجواء اللي دزنا منها والعذاب راه مستحيل ان داكشي شي واحد يعيشو وما يكونش مصدوم ويكونش في حاله رعب. راغد كتجر فيا كتقول لي ما تمشيش. صافي وانا نقول لها تلقي من يدي، ضروري خاصني نمشي نجيب شي حاجه باش نتقوتوا ولا غنموتوا غير بالجوع والعطش في ديك الصحراء. صافي خليت دانا قلت لها شديها، مشيت كنتجري دخلت وسط عباد الله في الزحام وكنت تخاطف وكنضرب في هذا ونضرب في هذا ونعفس على هذا. صافي تقدرت نجيب قارورتين ديال الماء صغار والعصير. صافي وجيت باقي ما جبتش شي حاجه تتكل. المهم جيت بعدا نعطيهم ما يشربوا. كنقلب هكا ما كتبانش ليا لا غاد لا دانا. بغيت نتسطى حتى شويه كتعيط ليا دانا من جهه البومبه د ليسانس كتقول لي اجي هنا راه غاد سخفات. جيت كنلقى راه غاد سخفات في اغميه عليها تنفيق فيها. قلت لها حلي لي قرعه العصير دغيا، عطيتها كتشرب. يلا بدات الدريه كترجع في النفس ديالها، شربات بعدا شي حاجه حلوه وعطيت لاختي شربات الماء وانا ورغد تقاسمنا القاروره الاخرى ديال الماء. صافي وجلسنا مع الناس تما نتسرحوا والناس بداو تياكلوا وحاولوا ينعسوا. انا كذلك خليت بنت عمي تنعس واختي وانا ما نعستش واخا راني كنت عيان وليله كامله ونهار وانا كنجري بهم. هما تسرحوا انا ما تسرحيتش حيتاش خفت عليهم. الناس تما غرباء وبنات معايا جوجات نغفل هكا ولا هكا ما عرفتيش اش يقدر يطرا اصلا حيت الناس ما كترحمش. واحد الوقيته وانا بحال هكا حتى شويه كتبان لي واحد البيكوب جايه جهه البومبات ليسانس تعمر ليسانس. صافي اللي كانوا فايقين في الناس تكبوا على ديك البيكوب. فيقت بنت عمي وفيقت دانا دغيا مشينا كنجريو باش نركبوا مع الناس اللي يقدروا يسعفوهم الحظ ويسلوا ليها. ركبنا واخا ما جلسناش مع الناس الجالسين ولكن بقينا واقفين، ولكن على الاقل لقينا ترونسبور. مشات بينا البيكوب واحد المسافه قرابه ساعه ديال الزمن وقفتنا. المهم فاش وقفتنا كان الليل باقي. من وقفتنا بحال هكا انا ما عرفتش فين نمشي ومعايا جوج بنات كي غندير راسي. شويه كتبان لي واحد لافته كتقول بان المدينه الزراعيه ما بقاش ليها والو نوصلوا ليها ونقدر نوصل للمزرعه ديال نديم اللي فيها اروى وامها وخالها. المهم بقيت كنشوف تعيات والحمد لله اللي كنت هاز معايا المحفظات النقود. بقيت كنقنع في السيد مول البيكوب باش يوصلني حتى للمزرعه. بالفعل عطيته شويه الفلوس الحمد لله اللي كانوا عندي وكنحمد الله ونشكره. ركبنا وصلنا حتى للمزرعه. صافي وشكرته ومشى. وهنايا قلت لبنت عمي راغد وقلت لدانا ان هذه هي المزرعه ديال نديم واننا واخيرا وصلنا وغنطلبوا منهم الضيافه لهاد الليله. راغد دابا كتقول دقينا الباب بحال هكا شويه ويتخرج واحد الانسه وقالت لنا سلام وهي تشوف وليد نيشان عرفاتو. هي تقول لي وليد السيد وليد مرحبا زيدوا دخلوا. المهم وليد قدم ليها انا ودانا وقال لها هذه بنت عمي وهذه اختي دانا. قالت لي فين هما والديك؟ قال لها والدي راهم في الحج وما عرفتش اخبارهم. المهم حنا جينا فرارا طالبين ضيف الله راه حقاش المدينه الصناعيه طرات فيها الحرب ودخلوا ليها وقصفونا بالقنابل وكل شيء. المهم هذيك البنت بقات متفاجئه وعيطات على ماماها وقالت لي خالي راه ما كاينش. المهم نتوما دخلوا. ماما هاجات وبقات كتقول لنا على سلامتكم. دخل والدي وليد دخل وبقات كتقول لي انا ودانا يلا دخلوا بناتي. المهم دخلنا حطوا لينا ما ناكلوا استراحينا شويه عندهم شويه ويجي واحد السيد شارف وبان ليا واقيلا هو الصديق ديال والد على ما اظن. المهم داك السيد فين وصل ناض والد سلم عليه ونضنا حتى حنا وقفنا احتراما سلمنا عليه شويه ويبدا والد كيقول لهم جيت نطلب عندكم ضيف الله ها موقع وهذاك السيد بقى كيقول لي اللي عرفت من بعد سميتو
سميتو الياس، السيد الياس، كيقول ليه مرحبا بكم على الراس والعين، نتوما ضيوف عندنا وكل شيء، ما تفكرش ولدي وليد خيرك سابق اصلا. صافي عطونا فين نباتو وبتنا عندهم هذيك الليله وكلينا وكل شيء. انا ما قدرش ناكل بزاف صراحه، كنت عيانه وحسيت بالدوار. المهم نعست ديك الليله وكان البرد وقدرت انني نتغطى، ودوك الناس ما عندهمش الصراحه الفراش، ما عندهمش شي حاجه ولا لاباس عليهم، كانوا ناس بساط وكل شيء. ولكن المهم لقينا فين نمشيو. والغد ليه في الصباح بحال هكا حتى كنوض فيا السخانه وكل شيء، والد عرف بانني مريضه بزاف، صافي هو يقرر بغى يديني للسبيطار. مشى عند داك السيد قال لي عافاك عطيني هذاك البيكوب ديالك، قال لي واخا غادي عندي شي غلط في السوق غنديكم انت وياها وخلينا دانا نعسه باقا في البيت. داني للطبيب والد ديال المستوصف. المهم ما بغيتش انا يفحصني طبيب، بقيت مضاربه معاهم في الاول. قال لهم والد واش كاينه شي مراه هنايا؟ الطبيب صافي انزعج شي شويه ورجع، وبقات على الممرضه كتشوف في الجرح ديالي شويه. بقاو معايا حتى شويه جا الطبيب هو يشوف الجرح وقال لي الجرح ديالك راه عميق بزاف وراه غيدير لك التهاب وغينتشر في الجسم ديالك كامل، اللهم خصنا نعقموه دابا وضروري تدخلي لواحد العمليه. صافي يعني سمعت العمليه تخلعت، ولكن قال لنا الطبيب ماشي مشكل غنديروا لها التخدير وكل شيء، يعني ما كاين حتى شي مشكل، ضروري تعقيم الجرح والتنظيف ديالو ينجمعوه زعما يخيطوه وكل شيء. داكشي اللي كان. دخلت انا في الاول كنت كنحس مازال بالالم، ولكن من بعد خدروني كامله ما بقيت حسيت بوالو حتى خرجت وبقيت ناعسه في هذيك البلاصه ديال الاستراحه زعما ديال المرضى فوق السرير. من حليت عيني من البنج ما لقيتش والد تما، ودرت لهم حاله في السبيطار فين والد فين والد. حتى شويه كتدخل عندي الممرضه كتقول لي راه اختي راه جالس في هذاك السرير اللي عليك اللي من الجهه الاخرى مخبياكم مع الستاره. صافي انا حشمت في بلاصتي، ولكن منين شفتو بقيت كنقول لي علاش خليتيني بوحدي. والطبيب والممرضه بقاو كيشوفوا بتعجب، ومن بعد فهموا بانني انا عندي مرض، انني ما نقدرش زعما نبقى في شي بلاصه بوحدي وسط الغرباء. صافي داواوني، والطبيب قال للوالد بانه ضروري يديني للسبيطار الكبير، ولكن الوالد قال لي لا ما نقدروش، هو يقول لي ضروري بقى تجيبها يوميا باش تعقم الجرح حتى تيبرى. صافي ورجعنا للمزرعه. من رجعت للمزرعه عاد شفت هذيك البنت مزيان، وسورتو انني سمعت الاسم ديالها من الام ديالها اللي قالت لها سيري طيبيها بنتي ما ياكلوا جيبوهم للضياف. قالت لها اروى. بقيت كنقول فين سمعت انا هاد السميه اروى؟ ويلي هذه هي الصوت ولا هذه هي سميه البنت اللي عيطت الوالد ديك الليله فاش كنا في الدار. صدقات هذه هي البنت اروى، وانا كنسحبها بنت صاحبو صغيره. شوف شحال زوينه، شمنك يا شعر اشقر طويل وزعر وحرير، شمنك يا عينين زرقين خدود فانيدين. المهم ملامح ديالها ديال اوروبيه عالم الزينه، وانا بنت وبقيت هاكا مشدوها فيها، فما بالك بوليد ويلي ويلي. المهم انايا بدات كتجيني هاد القضيه ديال اروى هذه، ولات كتجيب لي الغيره بزاف الصراحه، وليت كنغير منها وكنقول علاش كتبقى تدوي مع والد، خاصه انايا هي زعما عليه وكتدوي معاه بحال السيد راه كنعيش معاهم. ما نعرف انا اصلا ما فهمتش هادشي. المهم فاش رجعنا كانت لقينا دانا فاقت ياد وقالت لنا بان راه دوات مع سمير وراه لاباس عليه بخير، وعاد انا ارتحيت وفرحت، ودوات مع راجلها نوار وكل شيء بخير ووالديها. المهم راه قالوا لهم رحنا بخير، يعني سمير عيط لهم وقالوا لهم رحنا بخير. صافي هادشي اللي عرفنا حد الان. وقالت لهم راه سمير جاي في الطريق. والد غير سمع هكا ويقول لها علاش جاي، راه باقي الخطر كاين في الطريق، علاش جاي واش باغي يعرض راسو للخطر؟ قالت لي دانا والله يحفظوه خلاص. صافي بقينا كنتسناوه. المهم في ديك اللحظات وحنا كنتسناو عرفت بان خالتي وولادها وكل شيء وراهم مزيانين، واتصلت بها وسلمت عليهم كاملين، والحمد لله انهم ما وقع لهم حتى شي حاجه في المدينه الصناعيه وكل شيء، وبقاو تماك حتى المنزل ديالهم ما تحترقش بشكل كلي، يعني يقدروا انهم يرمموه ولا شي حاجه ويعاودوا يعيشوا فيه. المهم مع الغدا كلينا داكشي اللي قسم الله، وهذيك العائله كانوا كرماء بزاف لدرجه ان هذيك البنت اروى كانت تعتني بينا. الماكله تبارك الله حاذقه وكطيب مزيان، والملابس عطاتنا الملابس ديالها انا ودانا نلبسوهم، وكذلك والد جابت لي الملابس ديال خالها الياس. والمهم وملابسنا مشات تغسل لهم وكل شيء. صافي تغدينا مشيت انا ودانا نرتاحوا في الغرفه ونعسنا صراحه. ولكن مني فقت وحليت هكا الشرجم اللي كيطلع على المزرعه ديالهم، ويبان ليا بان والد راه كيخدم تماك في الارض هو واروى. انا ما تيقتش عينيا، صافي نزلت من تماك بشويه بشويه وقربت لعندهم حتى شويه كنوقف عليهم. كيدور والد بحال هكا كيتصدم، كيبقى يشوف فيا وانا كنشوف فيه وانا مصدومه. كنقول والد اش كيدير في الارض، اش كيدير؟ كيبان ليا كيحفر وكيغرس شي حاجات. اش جاب والد الفلاحه والارض وهذا الشيء؟ علاه ماشي هو مشى يقرا زعما في الخارج؟ اش جابوا لهذا الشيء؟ صافي قلت ليه شنو كدير نتايا في التراب؟ ويقول لي هذه هي خدمتي وانا خدام مع هاد الناس ومن شحال هذا. صافي تصدمت انا من هاد الحقيقه اللي قال لي والد. انا عند
بالي خدام شي خدمه اخرى، هو الزيغ هو عايش مع هاد العائله وفي نفس الدار ومع اروى. ناري انا دارت بيا الدنيا صافي. وفي ديك الفتره وانا بحال هكاك اصلا طراحت العشيه شي شويه حتى شويه كنسمع صوت السيد خال هذيك اروى كيقول لي ها هو خوك جا، كيقصد بها على وليد خوه سامر. درت بحال هكا ويبان لي سامر صافي يشوفني سامر قال لي راه غاد. انا قلت ليه سامر وعنقني وبقى كيبكي وانا كنبكي معاه وقلت ليه الحمد لله على سلامتك صافي. وجا والد تا هو سلم عليه وفرحنا. من بعد مشينا للدار ورحبات به العائله وسلمت عليه دانا واحد السلام شكال. اصلا دانا دائما عزيز عليها سامر اكثر من والد، حيت والد اصلا غاب علينا سنين وهذا صافي ما والفاتوش ما كبرناش معاه. المهم تعشينا عند دوك الناس وكرمونا وكل شيء. وهنايا دوك الناس مشاو شويه يقوموا بشغالهم وحنا بقينا بربعه تندويو. هنايا اقترح علينا سمير انه صافي راه غادي يكري لنا واحد الشقه كبيره شويه تكفانا بربعه ونمشيو نعيشوا فيها بلا ما نبقاو متقلين على هاد الناس حتى يرجعوا والدينا ونتزوجوا ويصلح الله الحال وكل شيء. الوالد في الاول بقى متردد وكيقول لنا ايه هادشي قلتو صحيح مزيان، ولكن بعد عين باتوا هاد الليله عندهم. قال لنا سمير لا نمشيو نكريو شي شقه هنايا هاد الليله نباتوا فيها ونمشيو بحالتنا الغد ليه المدينه فين عايش انا. صافي راه كاينه اصلا شقه في نفس العماره اللي فيها انا كبر من الشقه ديالي اللي عايش فيها دابا. صافي بقينا عليه يلا والد يلا نتقلوا على الناس حشومه وهذه ما هذه. صافي قال لنا واخا ديروا اللي بغيتو ومشى خرج. بقيت انا وسمير ودانا كندويو في الغرفه وهو مشى خرج. واحد لقيت التليفون كيصوني بغى يديه ليه سمير كان سيف كيعيط على والد وصافي غير مشى هو. انا تبعته من تبعتهم بحال هكا خرجت ولقيتو جالس فواحد الحصيره فواحد الجو جميل تماك في المزرعه. صراحه ديك المزرعه جميله وكترد الخاطر وكتعيشك واحد الامن وسلام وهدوء بعيد على داك الشيء ديال الحرب والقصف والقنابل واي حاجه كتضرك في الدماغ. وقالتي العائله مرتاحين وكيضحكوا ومعاهم وليد الوسط جالس حدا خال اروى من الجهه اليمنى واروى جالسه حداه من الجهه اليسرى وكيعلموه كيفاش يقاد السلالي ديال القصب وكل شيء. صافي قرب منه سمير ونحنح سمعوا والد ويوقف ورحب به وصافي ويقول لي هاك سيف تيدوي بغى يدوي معاك وبقى تيدوي معاه. وانا بقيت كنشوف هذيك اروى شحال زوينه وكتبان تحت الضوء ديال القمره شحال غزاله وفنه ديك البنت. وبقيت شداتني الغيره انه كيفاش والد عايش معاهم هاد الفتره كامله. المهم شويه ويقول لهم سمير اسمحوا لينا ولكن غادي نمشيو. وصافي دار عندهم والد بقى كيقول لهم سمحوا لنا وعذبناكم. وقالت ليه اروى ما كاين عذابكم راحه. وقالت لي صافي غتمشي وبان عليها الحزن وانا تفقست كيفاش تحزن مالها هي اش بينه وبين والد. شويه تقول لي ما غاديش ترجع. قال لها والد لا ان شاء الله غير نقاد امور خوتي وهذا وغادي نرجع اكيد راه نتوما هما عائلتي. انا غير سمعت هكا بحال شي موس تخشى ليا في رقبتي. ويلي على عائلتي ويلي على هذا اش كيخرم من صافي. انا طلع لي الدم. مشات هي وجابت لينا ما ناكلو في الطريق ومشات جابت لينا حوايجنا مصبنين وكل شيء ووليت كيشكر فيها بلا حشمه بلا حياه. صافي انا بغيت نتفقس وقلت خلاص غير يلاه نمشيو مشيه بلا رجعه. وصافي سلمنا عليهم ومشينا بحالنا. المهم ديك الليله كرا لينا سمير واحد الشقه فين نباتو ديك الليله. ومن بعد مشينا للشقه ديالو اللي كرا في العماره اللي كانت يعني ساكن فيها قبل في ديك المدينه الاخرى. وهذيك الشقه كانت متوسطه الحجم بحال هكا وكافينا حنا بربعه بحال هكا. بقينا عايشين ايام تماك وحنا بربعه بينا. وانا بقيت كنتصل على خالتي وكنطمن عليها وعلى ولادها بنات خالتي وحسام وباهم وصافي. وكنتصل مره بوالديا كذلك كنعرفوا اخبارهم وكل شيء وانهم ما قادرينش لحد الان يدخلوا للمدينه بسبب الحرب وكل شيء. حتى لواحد المره بحال هكا جالسين شويه وهي تجي دانا عند والد وهي تقول لي شوف راه نوار دوا معايا وقال لي بان العائله ديالو راه غادي يرحلوا واحد المدينه اخرى ومن بعد بين ما يوجدوا لهم الوراق غادي يسافروا لبلاد اخرى يعني غيخرجوا برات البلاد. صافي راه غادي يديوني معاهم. قال لها والد كيفاش ولكن خصنا نستناو والديا حتى تديروا العرس. قالت ليه لا صافي راه نوار دوا مع والديا وبابا راه صافي عطاه لوتوريزاسيون اننا نديروا العرس بلا ما نتسناو نديروا غير حفله هكا بسيطه. صافي اصلا العرس راه تحرق ليا فستاني في البيت زعما ديالنا القديم في المدينه الصناعيه وكل شيء. ما نحتاج دابا لا عرس لا والو غير حفله بسيطه هكا ونمشي مع راجلي ومع عائلته. والد صافي طلع ليه الدم وقال لها ما كاين لا هذه لا ديك تيجي والديا هي تيجي والديا اصلا انا المسؤول عليك دابا. ودانا بدات تزيد معها في الهضره وكتقول ليه كيفاش انت المسؤول عليا وسير والا نفكرك انت اصلا ما تستاهلش تكون انت خويا ما بالك انك مسؤول عليا. والصاف سمير وانا تصدمنا من الجرأه ديال دانا اللي ما عمرها خطبات والد بهذه الحاله هكا. صافي دار عندها سمير بقى كيقولها دانا حشمي شويه راه والد كبر منك. قالت ليه واش نسيتي وكلك العصا نسيتي ديك العصا اللي وكلك اصلا هذا راه يخرج السجون. صافي وجا والد نيشان عندها ويقول لها والله ما حشمتي حتى نصرفقك بالله سكتي احسن لك. ودانا بقات كتشوف فيه بحال هكا حنا ما فهمنا والو. شويه هو يمشي خرج ما بقاش رجع. انا بقيت كنتسنى فيه ديك الليله يرجع. دانا صافي مشات مع نوار المهم خرجوا وصافي بقيت غير انا وسمير في الدار. بقينا نتسناو شويه هو وليد دخل
ونيشان مشى لبيتو وهز المحفظه ديالو والحقيبه ديالو هو خارج. شويه وانا نقول ليه وليد فين غادي، هو يدور عنده سمير كذلك قال لي فين غادي يا وليد، قال لي انا غادي نرجع للمزرعه. انا تصدمت كيفاش المزرعه. شويه هو يقول لي سمير في هذا الليل وصاحبي علاش اصلا مالك شنو درنا لك حنا. هو يدور عنده والد هو يقول ليه اصلا ما بقى عندي ما ندير بكم، وزيدون هذيك راه غاد براسها خليتها ليك تزوجوا ولا قعدوا ولا ديروا اللي بغيتو الله يعاون. صافي وخرج ومشى وسد الباب. انا بقيت هكا مخلوعه وكنقول ليه تبعوه وكنعيط والد والد وسير تبع خوك. صافي سمير بقى كيشوف فيا بحال هكا كيقول لي ما نتبعو ما يتبعني. صافي هو راه واخد القرار ديالو ما كاينش لا يحيدوا عليه. وزيدون انا صافي ماشي سوقي بقيت كنغوت على سمير. شويه سمير بقى كيشوف فيا واحد الشوفات في شكل ويقول لي راغد شنو بان لك في الهضره اللي قال لنا والد. صافي نتزوجوا حتى حنايا دانا هي ونوار غيتزوجوا نديروا حتى حنا حفله معاهم بسيطه في نفس النهار ونتزوجوا وكل شيء. صافي انا شفت فيه بحال هكا وسكت ما لقيت ما نقول. صافي انا قلت ليه زعما راه باين العربون انني ما باغاش نتزوج بك، واصلا ديك انني قلت ليه ناجل الزواج راه بين ما زعما ترولكس الامور ويرجعوا والديا وغادي نلغيه في مره. شويه بقى كيشوف فيا سمير بحال حس بشي حاجه ويقول لي راغد قولي لي علاش ما بغيتيش نتزوجوا، قولي الحقيقه. شويه انايا مع حكرت عليه مع والد وكنقول ليه سير شوف خوك وهذا. شويه ودي ليه الطرن ويقول لي ما تقوليش ليا بغيتي تفارقي معايا وما بغيتيش تزوجي بيا على قبلو على قبل والد على قبل والد شنو عجبك فيه ياك. وانا داير كي الدمدومه كنحاول ما نفهمش. وانا تفكرت ديك الليله ديال الشاطئ اللي كنتي خايفه فيها من دوك الدراري اللي كيلعبوا الكره مشيتي كتجري عنده من تماك انا حسيت بشي حاجه. قول لي كنتي كتبغي خويا وانا ما فخباريش بغيتي تخليني على قبلو اج. ويعطيني واحد جوج تصرفيقات حتى دخت وجلست للارض وبقيت نبكي. صافي سمير بقى غضبان شويه هو يمشي لبيتو وسد عليه. المهم ديك الايام بقيت غير انا وسمير ودانا في الدار بوحدنا ووالد ما بقاش كيعيط علينا كاع وكل شيء ودازت الايام بحال هكاك. صافي وقربت دانا انها دير ديك الحفله الصغيره مع راجلها نوار وتمشي معاهم. صافي ما بقات مسوقه لا للوالد لا حتى شي واحد اخر. وانا وسمير بقينا بحال هكاك محاكين. صافي ما بيناتناش الهضره بزاف. واحد النهار كانت دانا عندي في البيت بحال هكا وكدوي معايا وهذا وكنقول لها العفريته غادي تزوجي وتخليني لما تخليني سني بعدا غير رجعوا والديا وكل شيء ونبقى بوحدي. وصافي ودانا اصلا عارفه باننا صافي قلت لسمير ما غاديش نتزوج بك وهذا. صافي منين خرجت بحال هكا قالت لي ماشي سوقي وانت لين سيري ديها في خطابك وسيري تزوجي ومشات. شويه جا عندي سمير وكيحاول يراضيني هذيك الايام كلها على ديك جوج الصرفقات اللي صرفقني وكل شيء وكيحاول ينسي الموضوع. ايوا صافي بحال هكا وجايب لي واحد الهديه وقلت ليه شوف غير وفر هداياك انا راه ما غاديش تقنعني انني نتزوج بك. قال لي صافي باقا كتفكري في هذاك. قلت ليه قال لي شوفي والله واخا ما تزوجيش بي انا والله لا تزوجتي بوالد. قلت ليه ماشي سوقك اصلا دابا نعيط ليه ونقول ليه جي ديني من هنا. قال لي بغيتي تمشي معاه. صافي وبغيت سطا سمير ما حملنيش وكل شيء ويقول لي اش عجبك في واحد قتال. شويه نقول ليه كيفاش. قال لي كيف ما كتسمعي قتال واحد قتال وسفاح وخارج من الحبس. قلت ليه لا ما يمكنش هذا الشيء. بقيت انا مصدومه. هو كيقول لي ما تيقتنيش سير سولي دانا. مشيت كنجري عند دانا لبيتها وانا نقول لها وليد قولي لي وليد واش بصح كان في الحبس. قالت لي دانا اجي بشويه عليك راه حتى انا تصدمت فاش سمعتها ولكن راه بصح وليد كان في الحبس مده 8 سنين. انا ما قدرتش نتيق كاع داكشي اللي كتقول لي دانا ولكن بالهول داكشي اللي سمعت صافي سخفت. جاو كيجريو عندي وكنت كنسمع غير الاصوات ديالهم. المهم شربوني الماء وحتى فقتي شويه وبقيت كنقول لهم علاش هادشي كامل طرا وكل شيء. شويه ويجي سمير بقى كيقول لي راه ما بغيناش نقولوا لكم هادشي كنتو صغارات انت ودانا ما بغيناش نبرطوا لكم عقلكم وتشوشوا خاصه انت راه غاد كنتي مرتبطه بوالد بزاف ما بغيناش نقول لك الحقيقه. وصافي قلت ليه ولكن كيفاش شنو طرا وكيفاش دخل الحبس. بقى سمير كيقول لي ما عرفتش القضيه فيها سر كبير ما فهمناش كيفاش اصلا دخل. ما عرفتش القضيه فيها وقت له واحد وزادوا عاوتاني الحزام المدرسي ديالك ديال الزي المدرسي ديالك لقاو في الطوموبيل. ما فهمتش انا غير سمعت بحال هكاك ويترجع لي شلالات الذاكره حياه من جديد وتفكرت كل شيء داكشي اللي طرا. وانا بقيت كنقول لا ما يمكنش. وتفكرت وقلت واقيلا بصح وليد قتل عمار. وانا نقول لهم عمار. صافي شاف فيا سمير بحال هكا ما فهم والو. شفت فيا دانا ما عرفوش اصلا سمير ما قالش السميه ديال هذاك اللي قتلو وليد ولكن انا عرفته. المهم بقيت كنبكي صافي وداوني للسرير وارتاحيت شويه تماك وجابوا لي ما نشرب وهذا. وبقيت صراحه ايام وانا كئيبه بحال هكاك وكيجي عندي يسول فيا سمير ودانا كيقول لي كي بقيتي واش شويه. كنقول لهم خرجوا عليا خليوني بوحدي. حتى واحد الوقيته جات عندي دانا مسكينه وبقات تقول لي قول لي راه غاد مالكي واش مالكي دابا. قلت لها عيطي لي الوالد ما تيقتش راسي ما عرفتش بانه راه بصح قتلو. انا كنسحب غير طاح ما فهمتش كنت صغيره وما فهمتش. صافي
صافي دانا بقات تتفاجئ بحال هكا وكتشوف فيا كتقول لي ويلي راه غاد مالكي وعنقاتني ما فهماتش. قلت لها عرفتي شنو طرا داك النهار هذاك الحمار ديال العمار خطفني من المدرسه وربط لي يدي بالحزام ديال الزي المدرسي ديالي ومشى عنده والد مسكين وبغى ينقذني منه حيت اختطفني وضربني بزاف وقتلو انا ما في خباريش انا ما عرفتش. صافي دانا تصدمات وبقينا كنبكيو انا وياها بجوج كنبكيو وبغيت غير امتى خلاص نشوف والد ونقول ليه اسمح لي على داكشي كامل اسمح لي انني كنت السبب في انه ضيعت من سنين ديال العمر ديالو في الحبس. المهم داز ايام بحال هكاك وانا مكتئبه ونادرا فين كناكل شي حاجه زعما غير نتقوت بها زعما نحيد العيا وكل شيء. واحد الصباح بحال هكا جا دق عليا سمير قال لي اجي تفطري معنا. قلت لي ما فياش وانا غير ساكته وما باغا ندوي مع حتى شي واحد وساهيه في افكاري وفي خيالي وفي ذاكرتي البعيده بحال هكا. ويشوف فيا سمير وبقى فيه الحال وزاد قرب مني وجلس فوق ناموسيا بقى كيشوف فيا ويقول لي راه غاد واش كتبغي لهاد الدرجه. قلت ليه بحال هكا وما حشمتش صراحه وقلتها لي وانا كنشوف وجهه المتالم كنشوف فيه الحزن والاسى. هو بصح كان كيبغيني وكيحماق عليا وكيتسطى عليا من صغري ولكن انا كنبغي وليد ما نقدرش نعيش بلا والد. صافي بقى كيشوف فيا بحال هكا سمير وبكل حنيه باس لي على راسي ويقول لي انا ما نقدرش نشوفك راه غاد كتعذبي بحال هكا. صافي انا الا ما قدرتيش تعيشي معنا وتبقاي في الدار معايا هنايا غادي نعيط للوالد باش يديك معاه المزرعه. انا شفت فيه بحال هكا وفي نفس الوقت تفاجأت في نفس الوقت فرحت. صافي قال لي ما يكون غير خاطرك انا ما نقدرش نجبرك تزوجي بيا وتبقاي تعيسه معايا طول العمر. انا واخا نكون حزين ولكن حيت كنبغيك غادي نبغي لك السعاده ديالك. صراحه احترمت سمير بزاف ولكن في نفس الوقت انا بغيت نمشي عند والد دابا كيقول مني مشيت بعدت على سمير ورغاد ودانا ارتحيت نسبيا واخا هما عائلتي ولكن صراحه انا ما بغيتش رغاد تزوج بسمير. انا رغاد ديالي بوحدي وبغيتها تبقى ليا ولكن ما عندي ما ندير القدر لعبته. المهم مشيت بعدت وبقيت مرتاح وانا يا لاهي راسي في المزرعه والخدمه هادي هز الصنادق دير هادي سقي الشجر هز الخضره سير بيع هادي. المهم وعايش مع عائله اروى العم الياس وماماها. المهم عايشين بخير بسلام. صراحه ديك المزرعه كتنسيني كاع الهم. واحد النهار وانا جالس مع العم الياس ويقول لي ولدي وليد واش ما غاديش تفكر تزوج شي نهار ودير عائلتك. قلت لي ويلي عمي ايوه العم الطيب واش انايا ديال الزواج وتاسيس عائله وانا يلا خارج من الحبس ما عندي حتى شي خدمه مستقره ما عندي والو ما داير في حياتي حتى حاجه زوينه احلامي كلها تبخرات. قال لي لا وها ولدي انت شاب خلوق وطيب وتبارك الله شجاع ومقدام انسان نبيل وانسان صبار وطموح واخا زعما الحبس زعما دخلتي ليه ولكن ها انت مثلا ونديم اللي كان راجل اختي كان انسان طيب وخلوق واخا دخل الحبس راه ما بقاتش في ان انسان يدخل الحبس اذا هو انسان شرير. راه الاقدار شي مرات كدينا لشي بلايص اللي ماشي ديالنا. المهم بقيت كنشوف داك العم شحال كتريحني هضرته ويقول لي شوف ولدي توكل على الله. انا بعدا وبدا كيلمح ليا العم الياس انه ما بغى يموت مسكين حتى تيشوف بنت اختو مزوجه اللي هي اروى وبقى كيقول لي وشوف الا زعمتي وتوكلتي على الله وما لقيتي تا خدمه زعما برا ولا هذا ها انت عرف بان المزرعه كلها بين يديك ولا قبلتي علينا نزوجك بنت اختي. قلت ليه بحال هكا وشفت فيه وحشمت صراحه ونقول ليه وغترضى بيا عمي وانا يا خريج السجون. قال لي رجعنا عاوتاني للهضره. اروى بالعكس تكون فخوره انها تزوجت انسان بحالك انسان صادق انسان شجاع بمعنى المقاييس. حنايا ملي عشتي معنا وحنا كنشوفوها في الاخلاق الحميده عليك صراحه وكيشرفنا انك ولدي تكون راجل بنت اختي. راه اروى بحال بنتي انا مرتي مات شحال هذا وما عنديش الاولاد وهي ربيتها بحال بنتي. انا فرحت الصراحه نوعا ما وقلت علاش لا. اروى تبارك الله شحال زوينه وغزاله وانسانه شجاعه وانسانه اللي قابله بيا وبغاني كما انا. المهم قلت ليه ان شاء الله نفكر ونرد عليك. بقيت ديك الليله كنفكر وكنقول علاش لا ومالا شنو والغد ليه. صافي بقيت هكا خدامت شويه بانت ليا اروى جايه جهتي وفرحانه واقيلا عم هدوى معاها في هذا الموضوع ولا شي حاجه بحال هكا. صافي بقيت معاها كندوي معاها وهي انسانه جريئه زعما كتزعم عليا ماشي بحال البنات الاخرين وهذا كتزعم كتحاور معايا كتسولني كنجاوبها كتخدم معايا في البستان في المزرعه تقلب معايا الشجر تهز معايا تغرس معايا. انسانه شجاعه وعاد زوينه وغزاله وطيبه وكتعرف الطبخ بحال الوالده ما شاء الله فيها كاع الصفات. واش انا نستاهل بنت بحال هذه وزعما غتكون شي حاجه واعره بزاف. المهم بقينا انا واروى خدامين هذاك النهار كامل في المزرعه وهذا حتى العشيه بحال هكا يلا بغيت ندخل للدار وحسيت بان اروى راه دوا معاها بصح خالها. صافي وانا نزعم وانا نتوكل على الله درت عندها نيشان ونقول لها اروى واش تقبلي تزوجي بيا. اروى حتى هي لقيتها مستعده صراحه ما عطلتنيش قالت لي موافقه.
صافي انا تصدمت وبقينا تماك شويه جالسين وكان البرد وكان واحد الجو زوين. صافي انا نقول لها علاش اروى قبلتي تزوجي بواحد حباس بحالي؟ قالت لي حيتاش بابا براسو راه كان في الحبس، ولكن كان انسان طيب وانسان اللي عيشنا مزيان وانسان اللي ضحى على ودي وكل شيء، يعني ماشي بالضروره انسان خارج من الحبس غادي يكون خايب. واصلا من نهار جيتي لهنا ما شفنا منك غير الخير، وقفتي مع ماما فاش مرضات، وقفتي معنا في المزرعه بدون مقابل، شحال من حاجه وليد فيك زوينه. بصراحه انا معجبه بك. انا صافي صراحه اول مره نسمع شي بنت كتقول لي شي هضره بحال هكا، ما عمري جربت احساس شي بنت تقول لي لا تتعجبني وليد ولا شي حاجه. بصراحه الزناكت ديال بصح وحدات راسي وما عرفت ما نقول. المهم اروى كانت جريئه شويه وبقينا كنهضروا على الحياه وهادي، وكيما وافقت على الزواج بيا وهذا صافي الغد ليه ما عطلناش. المهم صافي درنا عقد القران بيني وبينها، وحضر لينا واحد الجار والعم الياس وماماها، ودرنا واحد ودارت هي واحد الكيكه زوينه ودازت الامور زوينه صراحه ديك العشيه. صافي وارتبطت انا واروى رسميا، ولات اروى هي زوجة المستقبل. خاصنا غير نديروا حفله بحال هكا وصافي نتوكلوا على الله. وراه غد نسيتها من بالي وقلت صافي راه تزوجات ولا غادي تزوج بسمير. واحد الصباح وانا جالس انا واروى وخالها وماماها تنفطروا، حتى شي شويه سمعنا التليفون كيصوني. ناضت ماماها مشات جاوبات، جات عندي وقالت لي وليد عندك اتصال. مشيت عيطت الو ما الو، عرفت سمير. قال لي سمير شوف اجي حضر العرس ديال دانا اللي كاين الغد ليه. قلت ليه لا ما غاديش نحضر. وسمير بقى كيقول لي علاش راه اختك هذيك زعما. قلت ليه ما غاديش يشرفها انني نحضر، ياك انا غير حباس شويه وانا نسمع دانا كتقول من التليفون ارا دوز ليا وليد. صافي شدات السماعه وهي تقول لي اسمح لي يا خويا بزاف، اسمح لي يا خويا بزاف، كنت غلطه فيك، عافاك واش انا اختك الوحيده ما تجيش تحضر لي العرسي وراه غد مسكينه غيبقى فيها الحال ما جيتيش. قلت لها ما نقدرش راه عندي الاشغال وكل شيء، بقيت كنعتذر. المهم انا ما باغيش نمشي نحضر العرس ديال راه غد كيفاش راه غتزوج من خويا وانا نمشي نحضر، ما يمكنش، هذه ما نتقبلهاش عقلي. شويه ويشد من عندها السماعه سمير ويقول لي وليد راه غد مريضه وعيانه. انا غير سمعت بحال هكا تسطيت، كيفاش راه غد مريضه؟ قلت لهم ياك ماشي واحد دار لها شي حاجه، كيفاش راه غد مريضه؟ بقى سمير كيجاوب فيا وكيقول لي واش انا مسطين ندير لها شي حاجه؟ اصلا ما نقدرش نتزوج بنت عمي وهي ما بغاش تزوج بيا. شويه وانا نسولو نقول ليه واش ما غاديش تزوج برا غد الغدا مع دانا؟ قال لي لا ما غاديش نتزوجوا الا راه غد بدلت رايها ووافقت. انا هنا بقيت كنقول اذا راه غد باقا حره طليقه، يعني واخا دايرين عقد القرار راه ممكن تفسخ عادي. المهم ما غاديش تزوج به. ورجع لي الامل وكنقول مع راسي اويلي اش كتقول وليد انت اصلا يلا ارتبطتي ببنت اخرى اروى. المهم تخربقات لي المشاعر ديال بصح وما عرفت ما ندير، ولكن اللي قررت عليه واللي فرحت بزاف على ودو انني بصح غادي نمشي نحضر العرس ديال دانا، حيتاش اصلا راه غادي ما غاديش تزوج. شافتني اروى وانا كنضحك بحال هكا مع راسي وهي بدات تضحك، قالت لي شنو؟ ما لقيت ما نقول لها وانا نقول لها اختي غادي تزوج. تقول لي ياه مبروك عليها، واشنو نمشي معاك ياك؟ صافي قلت لها واه غادي تمشي معايا، وقررنا ان نمشيو بجوج الغد ليه. المهم الغد ليه في العشيه بحال هكاك مشينا للشقه ديال سمير اللي كانت فيها الخطوبه ديال دانا ونوار. المهم دقينا في الباب، حل لي خويا سمير وتنشوف فيه كيتفاجئ لان شاف معايا اروى ما فاهم والو. المهم قدمتها ليه وقلت ليه اروى خطيبتي. كنشوف سمير تبدل اللون ديالو وتفاجئ واحد المفاجاه كبيره ولكن ما فهمش السبب. المهم سلمنا عليهم ودخلنا، كاينين الضياف، كاينين العيالات في غرفه مع العروس اختي دانا، وكاينين الرجال في بلاصه اخرى. صافي انا نيشان قلت لسمير ديني الغرفه ديال الرغد يلا. كندقوا بحال هكا كيقول لها سمير راه وليد جا. حتى البنت كتحل الباب وبلا حجاب وكتلاح عليا كتعنقني. انايا ما حسيت براسي شنو اويلي هاد البنت هادي غادي تسطيني شي نهار تخرج ليا عقلي. صافي بحال هكا كتقول لي وليد علاش ما قلتيش لي علاش؟ كنقول انايا مالها تنشوف فيها تنقول لها مالك يا راغد؟ كتقول لي علاش ما قلتيش لي بلا كنتي في الحبس؟ صافي انايا ناري حسيت بسطل ديال الماء تكب عليا بارد. كنقول ناري راغد ما تحقرينيش عافاك كيما حقرتني دانا عافاك. قلت لها كنتمنى ان حتى حاجه ما تغير. قالت لي لا كلشي تغير. صدمت من الرد ديالها ولكن ما فهمت والو. المهم موراها نيشان راه غد بغات تحاول تقول لي شي حاجه، كتقول لي وليد انا شويه حتى كتبان دانا تتجري عندي، جات سلمت عليا صافي ورحبت بيا انا واروى وكل شيء. ومن بعد شافت فراغات وقالت لها الكاميرا اري لي الكاميرا، خلاص راه بغى العريس يصور معايا نوار باش صافي تسالى الحفله، لان حنايا اصلا مشينا معطلين شويه باش صافي يسوق بهم سمير السياره ويديهم للفندق لوطيل فين يدوزوا ليلتهم وكل شيء. صافي راه غاد مشات نيشان عطاتها الكاميرا ومشات صافي وما عرفتش راه غادا شنو كانت بغات تقول ليا. مشيت انايا مع الرجال واروى مشات جلسات مع البنات وكل شيء. حتى لواحد الوقيته بحال هكا كنسمع الغوات حدا الباب ديال الغرفه ديال الرغد تماك. ملي كنخرج بحال كنطمئن كنلقى سمير تماك ودانا
وراغد سخفانه. كنمشي نجري عندهم كنقول لها مالها مالها مالها، صافي وشنو واقع هنايا، شي حاجه ماشي هي هذيك، انا ما فاهم والو. كيقول لي راها سخفات، راه قلت لك راه كانت مريضه. كنقول لهم شنو واقع لهاد البنت، ما بغى حتى واحد فيهم يقول لي حتى شي حاجه. المهم فيقناها، دخلناها الغرفه ديالها، يلا كنبغي نمشي ندخل عندها بحال هكا. كتقول لي عافاك خرجوا، خليوني بوحدي خليوني بوحدي. شويه دانا كتشوف سمير كتقول لي يلا راه ما بقاش الوقت بزاف، وجد راسك باش دينا للوطيل وهذا. وكتدخل دانا عند راغد باش تتوادع معها وكل شيء. من بعد سمير كيشوف فيا بحال هكا خايف، وكيقول لي وليد واش انت تدي العريسين بجوج؟ انا راه خفت على راغد وهذا. قلت لي انا ما عارفش الطريق مزيان في هذه المدينه. المهم غير سير ديها انت، انا نبقى مع اروى وراغد ماشي مشكل. داكشي اللي كان. المهم تفرتكت الجوقه، مشاو الضيوف وبقيت غير انا واروى وراغد. راغد بقات في الغرفه ديالها ناعسه متكيه وما بغات حتى واحد يدخل عليها، واروى مشات للغرفه اللي كانت فيها العروسه باش ترتاح حتى هي. راغد دابا كتقول داك النهار كنت فرحانه بزاف، وكنتسنى وليد خلاص امتى يجي، امتى نقول ليه يسمح لي على داك 8 سنين كامله اللي ضيعها على قبلي في الحبس، وانه بصح قتل عمار وانا ما كانش في خباري. كنت باغا نقول ليه كل شيء، ونقول ليه بان انا كنبغيه، وصراحه كنت باغا نفضفض ليه بمشاعري كلها، ما نخليهاش محبوسه داخل القفص الصدري ديالي. فجا وليد ما حسيت براسي حتى تلحيت عليه بتعنيقه، ما حسيت براسي نسيت وسهيت. اصلا انا يمشي من ساعات وانا كنشوف في الساعه وندير هكا وندير هكا ونقلب ونسول في سمير، وسمير كنشوف في وجهه الحزن والياس انني بصح رفضته، وفي نفس الوقت كنسول على وليد يعني نيشان. ولكن لما نعاود لما نقول خلاص دانا وسمير صافي عرفوا بانني بصح كنبغي وليد، وعرفوا السر كله، وعرفوا شنو دار وليد على قبلي باش يحميني، وعرفوا بزاف د الحوايج. ولكن الصدمه ديال عمري هي فاش جا وليد وجاب معاه اروى. ملي شفت اروى جالسه في الصاله ديال العيالات، حيت في الاول فاش عنقت وليد وكل شيء ما كانتش معاه واقفه، ولكن ملي رجعت للصاله ندخل زعما ندي الكاميرا وكل شيء باش يتصوروا دانا ونوار، حيت دخل عندها للصاله ديال العيالات يتصوروا تصور لي الذكرى وهذا، وهي تبان لي ديك الزعره جالسه تما. اش كدير هنا؟ شويه كنقلب على ماماها وكنقلب على خالها زعما يجيو وزعما كاملين، ما لقيت حتى شي واحد. مشيت عندها وسلمت عليها، اروى شنو كديري هنا؟ قالت لي جيت مع وليد. قلت لها فين ماماك وخالك؟ قالت لي لا جيت بوحدي. على ما قالتش لك دانا؟ قلت لها علاش شنو غتقول لي؟ قالت لي انا ووليد تخطبتو كيفاش؟ ما يمكنش. جاتني الدوخه، خرجت من الصاله ديال العيالات وانا غاديه وكنتلصق في الحيط وكنشد غير في الحيط، ما حسيت راسي حتى تتخبط مع هاد الزرف. صافي ما عقلت على راسي حتى لقيت راسي في بيت النعاس وكل شيء داير عليا. صافي من تماك ما بقيتش حامله لا وليد لا اروى لا نهضر مع حتى شي واحد. دخلت في كآبه مستمره. وليد وأروى قرروا أنهم يبقاو اليوم التالي حتى ترتاحوا مزيان، لأن السفر من مدينة لمدينة راه شاق شوية. على الأقل يبقاو يومين بحال هكاك عاد يرجعوا للمزرعة. وأنايا كنت زعما ناوية نمشي مع والد، ولكن ملي بانت لي هكا هاد القضية صافي ترددت في خاطري. المهم بقيت جالسة في الغرفة ديالي ما كنحاولش نخرج. صافي واحد شوية كنسمع برا الصداع وكنخرج كنلقى والد وسمير كيداحسوا. واقيلا والد كان باغي يدخل يطمئن عليا وسمير ما خلاهش. بقيت كنسمع فيهم كيقول لي ديها انت غير في خطيبتك، خلي عليك خطيبتي عليا زعما انا وهذا، وكيضربوا شويه. انا ما حسيت براسي حتى حليت الباب ومشيت كنجري وكنخبط في الصدر ديال الوالد وكنقول ليه ما كنحملكش المجرم، كنكرهك، سير رجع منين جيتي، طفا زكى عليا على خطيبي المتوحش. صافي تنشوف والد كيشوف فيا وما داير والو، مستسلم للضربات ديالي، مخليني كنضرب فيه بكل القوه وكل الجنون. شويه بقيت كنشوف اروى اللي بقات مصدومه، وكنشوف والد وفي سامر، ودخلت عاوتاني للغرفه ديالي وخبطت عليهم الباب بالجهد وجلست تما. واحد الوقيته حل الصمت في الدار وصافي ولا سكات وكل شيء، وانا نخرج بحال هكا كنتفقد في الغرف ديال الدار. تفقدت الغرفه ديال دانا اللي ولات جالسه فيها اروى، ما لقيت حتى شي واحد. من بعد مشيت للغرفه ديال والد، ما لقيت حتى شي واحد. من بعد مشيت عند سامر وانا نقول ليه فين هو والد؟ قال لي دا خطيبته ومشاو في حالتهم رجعوا منين جاو. قلت لي علاش مشى؟ علاش ما حبستيش؟ قولي رجع يديني، قولي رجع. قال لي واش انايا مالي غادي نمشي نشدو نربطو بالكرسي ولا شنو؟ وزيدون راه مشات خطيبته، واش انت ما بغيتش تنساي والسيد راه تزوج؟ قلت ما مستحيل ما يمكنش. صافي وبقيت مشاده انا وسمير، ومن تماك وانا مشاده انا وسمير وعايشه الكآبه في هذيك الدار، وما حملاش نبقى مع سمير. وصافي ومنين كنحاول نعيط لوالديا في التليفون ما بقاوش كيجاوبوا، ودخلنا الرعب والخوف واقيلا شي حاجه طرات ليهم. بقينا كنصونيو على الفندق فين كانوا نازلين تماك، زعما باش منين تهدأ الامور يجيو لعندنا ويجيو في الطياره يرجعوا. والو يقولوا لنا الفندق بانهم ما بقاوش تماك، وواقيلا شادين الطريق باش يجيو لعندنا. هنايا بقينا كنتسناو شي امل يبان ولا شي اتصال ولا شي حاجه، وعايشين حاله من الرعب. ساعه في الاخر عرفنا واحد الصاعقه كبرى اللي حلات علينا. وليد كيقول
المهم مشيت انا واروى ديك الليله كاعي وغضبان، وصراحه طلع لي الدم صافي. منين مشيت رجعت للمزرعه، رجعت الامور بخير وعلى خير. صراحه تهنيت من هذيك العائله وتهنيت من التوتر اللي عندهم. عشت حياتي كالمه زعما في المزرعه انا وخطيبتي والعائله ديالها. وكذلك نسيت ما قلت لكمش بانني التحقت بواحد المعهد وليت كنقرا داكشي اللي تحرمت منه سنين هذه، اداره الاعمال. والحمد لله بفضل الله وبفضل العم الياس ومامات خطيبتي السيده ليندا تدخلوا ليا وكيعرفوا واحد السيد مسؤول على داك المعهد، وواقيلا زبون ديالهم وكيشري من عندهم الخضر البيو وداكشي من المزرعه، وهو اللي عاوني انني نلتحق بالمعهد. والحمد لله وليت كنقضي وقتي ما بين المزرعه والعائله ديالي الجديده وكذلك المعهد. المهم ما بقيتش مسالي حتى شي حاجه وما بقيت معمر راسي بحتى شي حاجه ديال ستريس. تبدلت حياتي وليت الحمد لله بخير، حتى صحتي بان فيها الضوء والجسد ديالي ولا احسن، وجهي عمر وصراحه وليت مزيان. واحد النهار بحال هكا وانا في الدار تتصونا التليفون، كنهز الو كيقول لي سمير الو. المهم كيبان في صوته بان مقلق ولا حزين ولا شي حاجه. كيقول لي وليد اجي للدار اليوم ضروري. كنقول له ويلي شنو وقع، واش راه غاد وقعت لها شي حاجه؟ ما كيجاوبش سكات. كنقول له وقول سمير واش راه غاد وقعت لها شي حاجه؟ كيقول لي ضروري تجي، راه غاد راه حالها هو حالها ولكن انت ضروري اليوم تجي. صافي شديت الطريق داك النهار، مشيت حل لي سمير الباب ديال الشقه حتى كنشوف في وجهه الكآبه، الهاله السوداء، الاثار ديال البكا، عيني حمرين، حالته ماشي هي هذيك. كنمشي كنجري كنبقى ندق في البيت ديال راغد ونقول راغد حلي. حتى شويه ما حسيت براسي حتى دخلت لقيتها كتبكي وكتشوف فيا. كنقول لها ومالكم نتوما قولوا لي اش واقع. شويه حتى كيشوف فيا سمير كيقول لي وليد انا لله وانا الى راجعون، والدينا ماتوا في غارة على الحدود. راه مساكن كانوا راجعين وركبوا في واحد الحافله مع الحجاج اللي ما قدوش يصبروا بزاف وبغاو يرجعوا زعما باش يشوفونا، وكانوا جايين في واحد الحافله على الطريق البريه ولكن قصفوهم وماتوا. ناري على خبر. اش هاد الخبر يا ربي سمعت في هاد النهار؟ اش هاد الحاله؟ اخر حاجه نتوقعها هي الموت ديال والديا. بقيت كنبكي وعنقت خويا سمير وكنبكي وراغد كتبكي وترغي وكتقول عباد الله انا ربي اش درت في حياتي تيتم 2 مرات. وانا كنسمع داك النحيب ديالها وكنعاود نتاثر وكنعاود بحال شي واحد كيضرب فيا في مطرقه راسي. ما حاسش بالدنيا والدنيا تقلت عليا وهم الدنيا كله تجمع. المهم بقيت جالس مع سمير وراغد في الشقة لمدة شهر تقريبا، وحنا عايشين الكآبة والحزن في ديك الدار، وغير كنبكي وكنتفكروا في الذكريات مع والدينا. بالخصوص راغد عانت بزاف ودايما تتبكي، ما عرفت ما ندير ليها، ما بغاتش تمشي للطبيب، ما بغاتش تمشي حتى شي حاجه، وانا خايف عليها تموت هي براسها وتبعهم. والمهم مشى مسكين سمير وعيط عليه المستشفى باش يمشي يشوف الجثث ديال والدينا. انا ما لقيتش كيفاش ندير، بقيت مع راغد في الدار حيتاش ما يمكنش نخليها بوحدها. المهم دازت الايام وتقادت الاجازه ديال سمير اللي كان كل مره مسكين كيشد اجازه وكيطولها. المهم خاصو يمشي للخدمه ديالو وحيتاش هو كيخدم من برا ديال المنزل 8 ساعات متواصله. بقى كيشوف فيا بحال هكا واضطريت حتى انا نوض ونجمع الاغراض ديالي وخاصني ضروري نمشي نرجع لقرايتي ونرجع للمزرعه وكل شيء. صافي بقينا كنشوفوا بعضياتنا بحال هكا. شويه قال لي سمير وراغد، قلت لي وراغد اشنو غنديروا؟ انا ما عرفتش شنو دار معاها ولا واش غيتزوجوا ولا لا، باقي ما فهمتش، ما عرفتش شنو المصير ديالهم هما بجوج ولا علاقتهم. شويه ويقول لي سمير من الاحسن اوليد دي معك راغد، انا اصلا كنخدم بزاف برا والساعات ديالي متواصله وما يمكنش نخليها بوحدها في الدار. صافي قال لي سير قنعها باش ديها معاك على الله تبغي. قلت لي واش بصح انت متاكد؟ قال لي انا متاكد، انت اللي غادي تكون الكفيل بها والمسؤول عليها من بعد موت والدينا. داكشي اللي درت، مشيت عند راغد ودخلت عندها لقيتها حزينه كما العاده. المهم قلت لها راغد راني غادي نمشي وانا جيت عندك باش نقول لك تمشي معايا. قالت لي ياك انا يا عديوني غير لدار الخيريه. صافي انا وليت عالة عليكم نتوما، انا والديا مات وما بقى لي حد، انا تزوجات، انت سير لخدمتك عند خطيبتك وسمير تا هو ملهي في خدمته وصافي انا ديني لدار الايتام حسن ليا. قلت لها اخر مره تقولي ديك الهضره انت ماشي عالة علينا، انت فرد من عائلتنا وانا المسؤول عليك حاليا، انا هو الاب ديالك وماماك وخوك وكل شيء فيا. راه شفت فيها تشوفات بريئه مسكينه وابتسمات، واخيرا حسيت بان الروح بدات كترجع لها شويه. وانا نقول لها شوفي مازال ما تخلقش هذا اللي غادي يفرقني عليك ولا يفرقك عليا، ولا غير تفرقتي عليا بمترو واحد والله تنتقبليهم عينيهم. صافي راه غاد يضحك واخيرا انا فرحت وقلت الله على راحه. صافي ودرنا انها غادي تمشي تعيش معايا في المزرعه، وهذا هو القرار ديالنا الاخر. مشيت عند الحلاق حلقت شعري وكل شيء. فاش رجعت لقيت راغد صافي جمعات ديك الباليزه ديالها وكانت غير صغيره ما فيهاش شي حاجه بزاف. اصلا الحوايج ديالها والمجوهرات وكل شيء ديالهم تحرقوا في الدار ديالنا في المدينه الصناعيه. المهم جمعنا شغلنا ومشينا
مشينا، ركبت القدام، سكت ورغد ركبت اللور وبقات غير ساكته وشارده وكتفكر. دورت الراديو باش ما يبقاش زعما السكوت في السياره، وكملنا الطريق. شويه بديت كندوي مع رغد وكنسيو الوقت والطريق وهذا، وشويه وانا نعرف بلي راه فيها الجوع. قلت لها صافي غنوصلوا بعدا ونديك لواحد المطعم نتعشى عاد نمشيو للدار عند دار اروى. داكشي اللي كان. وصلنا تقريبا في الليل جوايه 8 بحال هكاك. ديتها المطعم لقيتها داجا نعسات في السياره، فيقتها ومشينا للمطعم وبقينا كناكلو تماك. كالت رغد واحد الوجبه وما شبعاتش، يا ريت كان زدتها وجبه اخرى، كانت الدريه غتموت بالجوع. المهم سالينا عاد مشينا للبيت ديال اروى. وصلنا تماك مع 9 ديال الليل تقريبا، لقيناهم تيتعشاو صافي. استقبلونا استقبال حار، وقلت لهم بان رغد وليت انا الولي عليها والكفيل بها بعد موت والديا، وراه دابا غتعيش معنا حتى الاشعار اخر، تنشوفوا شي حل اخر. وهذا هما قالوا بالعكس، الا ما كفاكمش البيت نهزوكم فوق ريوسنا. ناس كرماء وبساط وطيبين. المهم اروى وجدت واحد البلاصه فين تنعس رغد حداها في الغرفه ديالها، ولكن هي ما بغاتش، هي كتخاف ومع المكان غريب عليها والناس غراب. قالت لي والو وليد ضروري تكون زعما قريب ليا تحضيني. ما عرفت هاد البنت هادي ما عرفت مالها. المهم حاولت انني نطبق داكشي اللي بغات. درت المقعد، واحد المقعد تماك عندهم، جلست فيه الليله كامله حتى داني نعاس وانا حاضيهم. حتى شويه ضربتني الفيقه في الليل بحال هكا، تنفيق كنلقى شي خيال قدامي في المقعد الاخر اللي قبالتي. ملي كنشوف بحال هكا كتبان لي رغد، كنقول لها رغد اش كديري هنايا؟ قالت لي خفت صافي، انا ما عرفت هاد الناس وكل شيء، انايا ما يمكنش نبات في بلاصه غريبه عليا وهذا. صافي وصل الفجر بحال هكاك، دق عليا العم في داك البيت، كيدق عليا ولقى الباب مقفول. شويه ويحل علينا الباب ولقى رغد راه كاينه تماك ناري على فرطه. جاوبته قلت ليه واخا عمي انا جاي. قال لي يلاه نصليو الفجر وليد. صافي قلت ليه واخا، ولكن رغد ما خلاتنيش. كنحل بشويه كنطلع للعم وكنقول ليه غير سير عمي سير صلي، انا تم بعد نلحق عليك. العم بقى كيشوف باستعجاب وصافي ومشى وصافي وخلاني. من بعد رغد بغات تمشي تخرج، ديك الساعه تمشي للطواليت. قلت لها بلاتي رغد تيمشي العم. صافي حسيت بالحرج وتا انا حنيت راسي حتى تمشى العم وقالت لي اسمح لي اعتذر. هاد البنت هذه كدير غير اللي قال لها راسها، ولكن كنعذرها حيت عندها داك المرض ديال الخوف وهذا ما عندي ما ندير. المهم مشات، ومن بعد بقيت انا كنصليت غير في الدار وقريت القران، وبقات هي حدايا حتى داها النعاس ونعست. توصل بحال هكاك بكري الصباح وجا العم من الصلاه وتا انا ونضت. صافي حطيت القران وبقيت كندوي معاه شنو نديرو في المزرعه اليوم وكل شيء. صافي بغينا نتحركوا. رغد شافت فيا بحال هكا، اصلا ما كانتش ناعسه مزيان. نقول لها واش تبقاي هنا تنعسي تكملي نعاسك ولا تمشي معانا؟ قالت لي نمشي معاك. ونزلات وكان الجو بارد وباقي الصباح بكري. صافي بقينا كنتجولوا تما، كنوريها البلايص هنا هادي عجباتها المزرعه وفي نفس الوقت، ولكن جاها البرد. قلت لها صافي رجعي سيري تنعسي، ولكن هي بقات تماك. صافي حتى بانت الشمس بحال هكا، وهي تتبان لي اروى هي جايه وقالت السلام رغد، وقالت لي انا السلام. رديت عليها وقالت لي اجي راه جبنا الفطور. فاش رجعت بحال هكا وقفت حدا اروى، سلمات عليا وخشات يديها درعاتني بيديها، زعما شدتني من دراعي بحال هكا. وشويه تنشوف رغد بحال ولات وحده اخرى ودارت هي يديها. ايوا بديت انا غادي، وحده شداني من هاد اليد وحده شداني من هاد اليد. وصلنا للطبله فين كاين الفطور وجلسنا كنفطروا مجموعين. المهم الايام الاولى دازت صعيبه بالنسبه لرغد، ولكن شيئا فشيئا بدات كتوالف مع الوقت، خاصه انني وليت كنقدر نمشي نقرا في الصباح، ما بقيتش كنشوفها الصباحات كاع، كنشوفها غير وقت الظهر. المهم رغد بدات كتوالف وكتبقى تراقبني في المزرعه وانا خدام، وهي كتبقى ترسم، وحيت شريت لها اللوحات ديالها والادوات الرسم مره اخرى. واما اروى ومامها فهما كيديروا اعمال المنزل، ورغد ما كتعاونهم ما والو. المهم كانت الحاله في سلم وهدوء حتى لواحد النهار. المهم اروى ورغد ولاو كينعسوا كما قلت لكم في نفس الغرفه بجوجات. واحد النهار كانت رغد ناعسه واروى ضرباتها الفيقه ولقاتني انا باقي فايق. قالت لي شنو بان لك وليد نمشيو نتنزهوا شويه في هذا الليل، النسمات ديال البرد زوينه هكا في المزرعه، ندويو كخطيبين، ندويو على المستقبل شنو نديرو شنو هادي. انا في الاول ما بغيتش نبعد على رغد وهذا حيت هي كتخاف، وهي تقول لي راه رغد ناعسه دابا غير يلاه راه بغيت ندوي معاك شويه. صافي وضحكات وصافي شدتني من يدي مشينا كنتمشاو لساعه من الزمن كندويو، واروى بانت لي سعيده وفرحانه كخطيبه زعما ديالي وهذا. المهم واحد الوقيته بحال هكا تنسمع الغوته وليد، كندور بحال هكا كنلقى رغد كتشوف فيا من البالكون مخلوعه. مشيت كنجري نيشان من المزرعه نيشان توصلت للبلاصه مقابله مع البالكون، تنشير لها كنقول لها انا هنا انا هنا. قالت لي ياك هادشي اللي كدير كل ليله، كتخليوني حتى كنعس وكتمشي مع خطيبتك تبقاو تهضروا وعايشين الرومانسيه. او بدات كتبكي وكتقول انا اللي ضعت، مات والديا وخلاوني لبراني، انا اللي ضعت وليت يتيمه.
انا ما حملتهاش تقول هكاك، وقلت لها صافي راه غتسكتي، راه ما مشينا فين. واروى نقزات وقالت لها راه انا اللي قلت لها يلاه نتمشاو شويه، دارت فيها راه وقالت لها سكتي انت شويه، تقول لها سمحي لي، وتقول لها قلت لك سكتي واش ما كتسمعيش. اروى ما رضاتش ومشات. قلت لها انا حشومه البنت دوي معاها بحال هكا. صافي راه غدويه تهبط عندي وبدات كتبكي كتقول لي انا اللي وليت عابئ عليك انت يا وخوك، ديونا غير لدار الايتام ولا رجعني عند خالتي، بغيت نمشي عند خالتي. بقات كتبكي صافي وطاحت للارض. مشيت كنجري عندها وقلت لها صافي سمحي لي والله ما بقيت نعاود، ما بقيتش نمشي، صافي سمحي لي صافي. وبقيت معاها بحال هكاك حتى هدات. من تما والامور في المزرعه ما بقاتش بخير كاع، ولات واحد الشحنه ديال التوتر ما بين رغد واروى، ولاو دائما شادين دائما ما محاملينش. حتى واحد النهار ويجي عندي اروى وتقول لي وليد راه غدرها دائما كنحس بها فاش كتكون ناعسه، دائما كتبقى تهتر وكتبقى تحلم وكتغوت وكتبكي في النعاس ديالها. انا تصدمت وقلت لها ويلي هادشي كامل كيطرا. قالت لي واقيلا كتعاني من مشاكل. وقلت مشكله هذه ما لقيتش كيفاش نحل هذه القضيه، حيت راه غاد ملي كانت صغيره كانت كنقرا ليها القصص وكل شيء، ولكن دابا كبرات وليت اش كندير كنصلي الفجر وكنمشي نبقى نقرا عليهم القران حداهم تما القران حتى كيديهم النعاس وكينعسوا، عاد كنخرج انايا. هذه هي الطريقه اللي لقيت باش نطمئن رغد على الاقل. واحد النهار بحال هكا وحنايا جالسين مع المغرب هكا في المزرعه، انا خدام واروى كتعاونني، رغد واقفه كتشوف فينا. شي شويه كنسمعوا واحد الصوت كيقول سلام. كندورو كنلقاو خويا سمير اللي جا المزرعه، علما اننا الغد لي حنايا عاد كنمشيو نزوروه في المدينه ديالو، ولكن جاو دار لنا مفاجاه. وكنشوفوا عنق رغد من بعيد عناق خفيف وشير ليا بيديه، وانا مشي عنده انا سلمت عليه، فرحنا بالوجود ديالو وكرمناه. رغد دابا كتقول مهم فاش جا سمير ضيفناه وكلينا العشاء مجموعين، فرحنا به حتى وليد فرح به بزاف، وصراحه كانت احسن حاجه دارها واحسن مفاجاه. المهم ما غاديش نمشيو حنا عنده الغد ليه، حيت كل تقريبا سيمانه كنا كنمشيو عنده كنزورو في المدينه اللي فيها وكنرجعوا للمزرعه. هو صراحه داز بحزن اكثر منا، حيت كان بوحدو مسكين كيمشي للخدمه وكيرجع للشقه بوحدو، يعني تاثر اكثر منا من موت والديا. اما انا راه فكنت مع والد واخا تاثرت، ولكن دغيا من بعد والفنا وحاولنا نتناساو. من بعد ما تعشينا اقترحت علينا اروى نمشيو حدا الكورنيش حدا البحر نتمشاو. مشينا حنا بربعه ووالد واروى لاصقه فيه كي الجنيه. المهم بقاو تمشاو بعاد علينا قدامنا، وانا بقيت انا وسمير اللور. صافي بقينا كنشوفوا فيهم وانا تفقست شويه، ما حسيت براسي حتى قلت تفو، ما حسيتش براسي. شاف فيا سمير وفهم. المهم سمير وليت كنعبر قدامه بانني كنبغي والد وما كنحسش براسي. هو يقول لي واش باقا راغد كتفكري في والد؟ قلت لي باقا كنفكر فيه. وقال لي راه ما يمكنش يستغني هو على مرا زوينه بحال اروى. قلت ليه مالي انا كي بنت ليك، مالي انا قل منها ولا شنو؟ سمير سكت. ومهم قلت ليه انا يا ما غاديش نخلي ليه ديك المراه تبقى تلعب به، اصلا هذيك المراه دخيله علينا، وليد غادي يبقى ليا وانا كنبقى ليه. المهم ما غاديش نخليها على والله واخا تنطبق الارض على السماء ولا السماء على الارض. صافي سمير بقى كيشوف فيا واحد الشوفات عامره بالحزن. انا ما عنديش شي واحد لما نفضفض ليه، الصديقه الوحيده اللي عندي هي نهله، وشحال هذا ما شفتها وشحال هذا ما مشيت عند خالتي. هذاك الشيء علاش صافي صرحت بمشاعري كلها قدام سمير، وما تسوقتش لمشاعره. هو اللي كيعاني انه كيبغيني في نفس الوقت ما قدرش يحصل عليا. المهم دوزنا ديك الليله من بعد بخير، حيت حاولت ننسى والد ولا اروى ما نكونسونطراش معاهم، وبقيت كنتمشى انا وسمير حدا البحر، وحسيت بواحد الهدوء. امواج ديال البحر زوينه والجو زوين نسيم عليل. المهم على الاقل دوزنا ديك الليله مهم بامال. الغد ليه بقى معنا سمير حتى العشيه، تغدى معنا وكل شيء صافي. ومشينا تنتنزهو هكا في المزرعه. عاوتاني ديك العفريته ديال اروى مشات شدات في والد في يديه وغاديين كيتسركلوا. انا يما قلت لسمير يلا نقربوا ليهم بالعاني، وهزيت شويه الورد وزعما درت به حجه انني نعطيه الاروى. مشيت كنقولها اروى هاكي. اروى ما فهمت والو، شدات من عندي الورد وقلت لي شكرا. قلت لها يليق لك ديري به اكليل زعما بحال التاج وتحطيه في شعرك. قالت لي شكرا. شدات من عندي غير شويه الورد وخلات لي الباقي في يدي. صافي ومشاو عاوتاني بعدوا علينا. بقيت انا وسمير وكنتحسر وكنشوف وباغا نموت بالغيره. ويقول لي سمير شوفي راه غد راكي غير كتضيعي في مشاعرك وراكي كتعذبي في راسك، وليد راه عاش حياته راه صافي تزوج بمرا اخرى، واش انت غتبقاي تابعاه؟ انا بقيت نقول ليه ماشي سوقك نتايا، انا غنبقى تابعاه هي غنبقى تابعه ولا لا كانت ليه اروى. صافي شويه ويشوف فيا سمير بحزن وقال لي شوفي راه غد هاد الزهور هادو وهاد الورود راه يليقوا لك انتيا. انا شفت فيه وضحكت ابتسمت وقال لي دابا راه خصني نمشي. وشوفي راه غد وشفت فيه بحال هكا بغى يقول لي شي هضره معقوله هاد المره، وانا نشوف فيه ويقول لي اعتبري راسك من اليوم حره طليقه، راني بديت الاجراءات ديال الانفصال ديالنا لحقاش كنا كاتبين غير عقد القران وراكي
تقدري تزوجي باي واحد بغى قلبك. انا شفت فيه بحال هكا ونقول له طلقتيني، هو يقول لي وعلى حنا بعدا درنا العرس باش نطلقك، داكشي بالوراق، درنا عقد القران غادي نفصلوا وصافي وانتي حره. صافي شفت فيه بحال هكا وبقى فيا وعنقته عنق طويل وتوادعت معاه. صافي حسيت براسي بالراحه اكثر وعرفت انني واخيرا وليت حره انني نبغي الشخص اللي كيبغيه قلبي من شحال هذا. المهم تماك عاد بديت العناد مع اروى، بغيت نحرر عليها العيشه ديالها مع والد، وصراحه معها هي كانت زوينه بزاف وعينها الزرقين. واحد المره مشيت خرجت مع والد وكنت ندلل عليه بزاف كما كنت مع والديا، قلت لي دير لي غرفه مستقله بوحدي، شري لي بيت نعاس جديد، شري لي المجوهرات، شري لي الاثواب. ودائما اروى ما كيعجبهاش الحال وكتمشي تقول للوالد بزاف هادشي، كتشري لها بزاف قدامي وانا كنبقى نتغاوت معاها وكنقول لها ماشي سوقك نديها في راسك. المهم انا وياها دائما في الصداع. واحد النهار كنت خارجه انا ووالد بحال هكا صافي وانا نشوف واحد العدسات زرقين زوينين وقلت مالها غير اروى اللي عندها عينيها زرقين، ها انا ندير العدسات زرقين ونشوف واش نعجب والد، داكشي اللي كديروا نديرو يلا. صافي وليت كنغير منها وليت كنحماق ونتسطى، ما يمكنش هذيك البنت تزوج بوالد، صافي خصها تفارق معاه. مشيت شريتهم، والد مسكين ما كانش كيخسر ليا خاطري، كيدير ليا اللي بغيت، كيحاول يحسسني انني باقا عايشه مع والديا وكل شيء. المهم شريت العدسات الزرقين وملي مشينا للدار مشيت لبيتي ودرتهم ومشيت لعندهم الصاله، لقيت والد جالس مع اروى وصافي بقيت كنقول ليه والد شوفني كيف جيت. والد بقى كيشوف فيا بحال شي بهلول ما فهم والو. شويه بقات كتشوف فيا اروى وكتعوج في فمها، شويه نقول ليه كي جيت زوينه، ويقول لي وحينيك احسن من هادو. قلت لي اها، ويتنقز اروى ويقول لي وانا اصلا خلقهم لي الله طبيعيين، وانا نقول لها او ماشي سوقك انتي اصلا طبيعيين ولا ملونين. المهم انا كندوي مع والد بقى كيشوف ما ردش عليا، صافي طلع لي الدم، مشيت لبيتي جلست خبطت داكشي، حيت العدسات وخبطت داكشي كامل اللي شريت فوق الناموسيه وبقيت نبكي شويه. ها هو جا عندي والد سمعته اصلا كيتغاوت في الصاله مع اروى، ما عرفت شنو كيقول ليها. من جا عندي بقى كيقول لي يا صغيرتي بنتي الزينه انت اصلا زوينه بهم ولا بلا بهم. صراحه عجبني الحال شويه، ولكن بقيت كنبكي كنقول ليه ما مسوقش ليا وجايبني عند هاد الناس، وديك اروى ما كنتفاهمش معاها، ما عرفتش شنو كتسحاب راسها، صافي ما كتحملنيش، عافاك ديني عند خالتي، ما بقيتش بغيت نعيش هنايا، كنحس براسي متقله عليك واصلا انت ما قادش بيا. صافي وليد شاف فيا بحال هكا وخنزر فيا واحد التخنزيره صراحه وحنيت راسي، حشمت على هذيك الكلمه اللي قلت. من بعد قلت ليه حاولت ندارك الامر وقلت ليه بغيت غير نمشي نهنيك مني ومن همومي. صافي وليد قال لي لا انتيا بالنسبه ليا ماشي هم، انتيا ماشي عيب عليا، ما تبقيش تقولي هاد الهضره، راه غاد انتي راني ربيتك ملي كنتي صغيره، انتي راكي فرد من عائلتي ما نقدرش نتخلى عليك، راه غاد. بقيت كنشوف بحال هكا وعجبني الحال ان والد كيقول بحال هكا وانني هكا زعما ساويه في قلبه شي حاجه بعدا كثيره. وحضرت راسي بحال هكا وترددت. قال لي يا والد فين بغيتي شنو بغيتي، راه غتقولي شنو بغيتي. قلت ليه بغيت نمشي عند خالتي. قال لي اها. قلت ليه ونتزوج حسام. ناري غير قلت بحال هكا ويشوف فيا والد وخنزر ما حملنيش ويقول لي تزوجي حسام. والله الا كانت لك هاد الهضره سمعتي، انا المكفل بك وانا يا الولي عليك، غتبقاي معايا حتى تفرقنا الموت، سمعتي الموت ولا حتى حاجه ما غادي تفرقنا. وزيدون انت باقا صغيره وما غادي نسمح لك تزوجي باي راجل بغيتي حتى توصلي بعدا 25 عام سمعتي. انا بقيت غير كنشوف فيه بحال هكا صافي وينوض ويمشي. الغد ليه في الصباح ما بقاش بغى يدوي معايا وخرج هو واروى. سولت بحال هكا فين غادي، قال لي غادي نشريو الخواتم ديال الخطوبه باش نديرو حفله صغيره. صافي وما كثرش معايا الهضره ومشى وخلاني، ما تسوق ليا واش فطرت، ما تسوق ليا واش نمشي معاهم، صافي مشى وخلاني بحال هكاك.